الراجل راجل والبنت بنت وبنتعاون وبنحب بعض. كبرنا طبعا، وكان املي دايما املي ان انا اطلع استاذ في الجامعه، لانها كانت ست بالرغم ان تعليمها كان بسيط انما كانت استاذه في كل حاجه. تقدر توصف طفولتك في جمله او في كلمه؟ طفوله طفل اتخلق عشان يبقى راجل، اللي ما عندوش امل يدور يشيله الامل من اللي بيبيعوا الامل. انا لو بايدي الشيء هلغي حاجه اسمها ثانوي. طبعا انا حبيت الجلد وبعشق حاجه اسمها امراض جلديه. ده الموضوع دلوقتي ابتدى يتحلي ويكبر الجلد كبر قوي 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 قوي، زي ما بنقول الجلد مرايه الاجهزه الداخليه. والله لولا رضا امي فتح لي ابواب ما اعرفش كانت بتفتح ازاي. يا ابني انت وهي ما تستعجلش، والله العظيم الرزق جاي. الدكتور اللي ما يذاكرش كل يوم ويقرا يصدي. النهارده بسم الله ما شاء الله، يمكن بيوتي اند بياند يعرفوا الاعداد، احنا عدينا ال 20,000 دكتور. انا اؤمن تماما، ودايما الايه دي في وشي وبقولها للناس: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بياند ذا كوت اسم وراه دكتور حكايته المرة دي هتكون من بره الطب. وفي آخر حلقات الموسم الأول من بودكاست بياند ذا كوت هيكون ختام يخلده الزمن، لأن معانا النهاردة علم وعلم وقامة والتاريخ عليه شاهد. على إيده أسس أطباء تنفع بلاده ودوره خالد. منورنا النهاردة ومشرفنا طبيب الجلدية المصري الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد. أهلا بيك. منورنا يا دكتور. أهلا يا ازيك حبيبتي. أهلا بيك. عايزين نبدأ من زمان قوي 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 لو ينفع. من امتى زي ما انت عايز؟ من نشأة حضرتك، من طفولة حضرتك كانت عاملة ازاي؟ ايه اكتر حاجات حضرتك فاكرها من الطفولة؟ لا انا يعني زي ما بيقول في كورنر ستونز او في بس هو اللي انا احب اقوله زي ما بيقولوا ان انا اللي ربتني امي. لان انا اتولدنا يعني كنت في اسره ابويا مات عنده 37 سنه وانا كان عندي تقريبا 5 سنين او 6 سنين، وكنا 4. زمان كانوا بيتجوزوا بدري، وكانت امي حامل وفاضل لها شهرين على ولادها، فمات. اتولد اخويا الصغير ده اللي كان عميد كليه هندسه الله يرحمه توفى الله في كورونا، وكبرنا. فعلمتنا دايما مبادئ معينه. طبعا اتنقلنا قعدنا عند جدي ابو امي، وهي يعني فضلت معانا لغايه ما طلعتني انا استاذ رئيس اقسام في الجلديه، وحسنين الله يرحمه اللي هو كان عميد هندسه وتوفى الله الازهر، وحسن ده عايش في انجلترا، ووفاء وهناء شهادة عليا وتوفاهم الله. فبالرغم ان كانت دايما انا زي ما بقول زماننا ده كان في حاجه غريبه، كان الجنيه غالي في بركه والحاجه رخيصه. النهارده الجنيه رخيص والحاجه غاليه. فتربينا في زمن الحقيقه علمتنا ان احنا نعتمد على نفسنا. الراجل راجل والبنت بنت وبنتعاون وبنحب بعض. كبرنا طبعا، وكان املي دايما املي ان انا اطلع استاذ في الجامعه من وانا صغير. والحمد لله شجعتنا وقفت ورانا في زمن كان صعب قوي قوي. ده باختصار قوي في الحياه اللي هي الحته من ساعه ما اتولدنا لغايه ما بقيت دكتور. كان عند حضرتك كام سنه لما الوالد توفى؟ كان انا عندي 6 سنين. 6 سنين بالظبط، انا فاكره كويس قوي. صغير جدا. هو مات صغير، هو كان محامي، بس كان جدودي عندهم الشونة بتاعت الغلال اللي في رود الفرج، فهو أول من عمل، وكان شريك في مطحن كبير قوي، فأول من عمل نقابات مهنية، هو أول واحد عمل نقابة العاملين في المطاحن. ويعني كان شاب ومات يعني. كنا في سينما رجعنا لقينا ميت يعني. الحمد لله الله يرحمه من زمان. وتولت المسؤوليه الام، فكانت ام واب واخ. كانت ست الله يرحمها، ماتت عندها حوالي 82 سنه، وماتت وهي يعني على سريرها بعد ما صلت الفجر. كان عندي محاضره في العين السخنه لاحد الشركات، كان يوم جمعه، فلقيت اخويا بيكلمني الله يرحمه برضه بيقول لي تعالى دي ماما ماتت. فهو يوم الجمعة احنا متعودين دايما نتعود عندها نفطر معاها الصبح. انا واخويا طبعا حسن عايش في انجلترا، انا وحسنين ووفاء الله يرحمها بنيجي الصبح بدري نقعد نفطر معاها. فمنا اللي بيروح بدري بيروح. المهم فاختي راحت اكتشفت انها ماتت، فرجعت المهم الله يرحمها. وبعدين فامي ده انا احب دايما اجيب ذكراها لانها يعني كانت في زمن صعب فيه التربيه. وكان الكلام ده احنا بنتكلم في
في بدايه الخمسينات. انا مواليد 47، فكان عندي ايامها 5 سنين او حاجه. فهي كافحت جامد قوي، احب دايما اجيب ذكرها، لانها كانت ست بالرغم ان تعليمها كان بسيط. كان زمان بياخدوا حاجه اسمها الابتدائيه، واتجوزت وقعدت، فانما كانت استاذه في كل حاجه، وعلمتنا ازاي نقعد نذاكر، علمتنا ازاي نقعد نراجع، علمتنا لغايه ما كلنا الحمد لله يعني ربنا يبارك في الموجودين ويرحم اللي راحوا. تقدر توصف طفولتك في جملة أو في كلمة؟ طفولة طفل اتخلق عشان يبقى راجل. الله، اوكي. يعني من وانا صغير هي علمتني ازاي اتحمل مسؤولية اخواتي، وكنت سعيد بكده. يعني انا ما اقول لك على حاجة، من وانا يعني لسه في ابتدائي وكنت اخلص، كان جوز خالتي شغال في دار التحرير الطبع والنشر، فكان عندهم قسم جديد كبير قوي تجريد بتاع، فكنا بياخد شباب العيله ويشتغلوا هناك. فانا كنت عيل صغير كده، عندي تقريبا 10 12 سنه، والخواجه دخل المدير العام لاني قاعد كده في وسط مكن وبتاع، فنادالي فقال له ايه ده اللي انت جايبه ده؟ لا يلا روح. فانا من وانا صغير انا بتحمل مسؤوليتي، وجزء من المسؤوليه اللي امي شايلاها. فكنت اشتغل واروح، كان بنقبض بالاسبوع، كان مثلا ايه، انا هاخد في الاسبوع مثلا الكلام ده في الخمسينات يعني 25 قرش 30 قرش، ده مبلغ كبير قوي قوي. اشيل منه جزء عشان خاطر نجيب الكراريس والجلاد وندفع مصاريف المدرسه، مدارس حكوميه، وجزء اديه لامي. فيعني هي طفل اتعود ان هو يتولد عشان يبقى راجل، يعني الحمد لله فضل من الله. واعتقد ان يعني الحمد لله رب العالمين. يعني هل كان في حد مفضل عند الوالدة؟ امي، بصي هو دايما بيبقى في طفل كده. دايما هو، لا هو بصي، هو في الظروف اللي هي اتخلقت فيها امي. وعلى فكره امي كانت الله يرحمها كانت جميله جدا، يعني هقول لك كان فيها ملامح من ليلى فوزي. ما باين على حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. وانا شبه امي فعلا في كتير منها. وبعدين جالها ناس كتيره بقى عايزه تتجوز طبعا. يعني قالت لهم انا اتجوزت خلاص، انا معايا 5، اتجوزت 5، وانا عندي 5 مشاريع ولازم انجح فيهم. فده كان الكونسبت بتاعها. ف مشينا مع هذا الشيء ايد بايد معها بالتعاون. واخواتي الصبيان بقوا يقلدوني، واخد بال حضرتك ازاي، لغايه ما بقوا برضو زيي واحسن مني. يعني حضرتك كنت المفضل او كنت صديقها اكتر مثلا؟ عشان انا الكبير، عشان انت كبير، عشان انا شايل المسؤوليه معاها. فكانت بس هي حبيبتي الله يرحمها كانت المسؤوليه بتاعتها بتحطها جوه منها. يعني هو الدنيا صعبه، كان طبعا اتنقلنا عند جدي ابوها، بعد 3 سنين توفاه الله برضه، وهو كان راجل مهندس في وزاره الزراعه كبير. فهي بقى بمساعده خلاني، وانا لا انكر فضلهم عليا بصراحه، الله يرحمهم برضه. كان واحد مهندس في التحليل والصلب، والتاني كان مهندس تليفونات واتصالات، شالونا وما خلوناش محتاجين حاجه وربونا. كان في الوقت ده اللي يموت ولاده يروحوا يشتغلوا، لا يتعلموا، وكنا احنا احسن اولاد في قلب العيله، لبس وتعليم ومتفوقين دايما. ايه حكايه المطعم بقى اللي حضرتك فتحته زمان ده؟ ابا انت جبت منين الاخبار دي؟ انا كل حاجه عندي. بصي انا ليا اخ عايش في انجلترا، هو اللي هو حسن، اللي هو نمرة 3. حسن دوت، او هو نمرة 4، نمرة 4 لان انا وبعدين وفاء وبعدين انا وهناء وحسن وحسنين الله يرحمه. حسن خلص، كان تربيه رياضيه، ايام ما كان معاه التربيه الرياضيه العالي، ما كانش كليه لسه، وخد التربيه الرياضيه. الكلام ده كان في السبعينيات، وسافر راح سويسرا، اتعلم المطبخ السويسري، وبعدين راح على انجلترا، وهو دلوقتي عايش هناك ما شاء الله، حاجه اسمها فود كونسلتنت، حاجه كبيره قوي. فجه في وقت من الاوقات وكان اتجوز انجليزيه، والمهم وخلف وبتاع، فحب ينزل مصر بقى عشان بناته، عنده 3 بنات. فانا كان معايا قرشين، فطب يا حسن نعمل ايه؟ لا خدنا محل شيك قوي في مكان محترم في مهندسين في سور نادي الترسانه، وكان اول مره نسمي حاجه صلصه، وعملنا مطعم شيك قوي. انا كل هدفي حسن اخويا ينزل ويقعد ويبقى فيه شغل واكل عيش لي هنا عشان يستقر.
للاسف فتحنا وكلفنا المطعم، وكانش لدرجه الناس تقول لك احنا كنا بنخاف نخش المطعم من شياكته، شكله غالي قوي، مش وهو ما رخيص، هو بقى بروفيشنال يعني ما شاء الله. فبعد سنه مراته خدت العيال وسافرت، ما بقاش عارف يا يتجنن يا يسافر له. وانا من نوع الجود فايتر، ما بحبش الفشل. قلت له سافر، قال لي قلت له مالكش دعوه سافر. ويعني كنت ايامها انا استاذ، عندك رسائل دكتوراه كتيره وماجستير، وعندي ايامها كان عيادتين، وكان عندي مزرعه ومطعم. فضلت ماشي ايامها فتح هاردز واربز، كان زمان في مطاعم اسمها اربز. ده في اوائل التسعينات. في اوائل التسعينات انا عارفه المطعم ده لان انا جدتي ساكنه في وادي النيل. هناك مطعم شيك قوي اسمه صلصه. كان قدام الدوريه اللاسلكيه، اشتغلنا كويس قوي وبعدين سافر. الحقيقه انا قررت ان انا ابيعه او في يوم وليله، لان احنا كنا بنصنع حاجتنا يوم الجمعه، حاجات فريش ومعموله على التاريخ وكل حاجه. فجاه انا بقى في الكليه لقيت مدير المطعم بيكلمني يقول لي يا دكتور ده جم خدوني ودوني قبضوا عليا وخدوا كل الحاجه اللي في الثلاجات والمخزن، حاجات معموله امبارح. جريت طبعا مديريه امن الجيزه، دخلت المهم، فالراجل هناك تفهم الموضوع ظبط. هي لجنه بقى، هم فتحوا لجنه من الصحه ولجنه مش عارف ايه من التموين و كل شيء. طب هات بقى الحاجات ديت عشان نحللها. فرحت قال لي بص الحاجه دي عقبال ما تروح معامل وزاره الصحه هتاخد لها 3-4 ايام وكلها لحوم، هتبان بايظه. بقول لك ايه، هنعمل محضر بسيط كده الولد ان هو عدم الاعلان عن التسعيره. احنا حاطين، قلت له التسعيره، قال لي فوت، ده غرامته 50 جنيه ولا حاجه. قلت له ماشي، وقررت. وكان ده تقريبا في اول ديسمبر سنه حاجه و90 مش فاكر قوي، ان انا ابيع المطعم. والحمد لله عشان نيه سليمه وكويسه، يعني اتباع في النو تايم، فما فيش يعني زي بتوع سيما كده يعني في حاجه كده، والحمد لله. فهو انا عندي، ودي نصيحه بقول للناس، ما تشتغلش غير في اللي تعرفه، اللي في مهنتك. انت دكتور اشتغل تبع الطب، ما تروحش تقول انا هعمل مش يعني انا جربت مزرعه وفشلت، مع ان ما احبش الفشل بس غصب عني، لاني كان استصلاح الاراضي دي العربي هناك جاي انت رايحه له عشان يسرقك. يعني اروح ايامها، وكانت دي في اوائل التسعينيات، اروح ب 200 جنيه ب 300 جنيه 400، ده مبلغ، ده سباخ، ده اروح معيش فلوس. فلا، فرحت بيعها. بعدين عملنا المطعم ده عشان اخويا، عشان خاطر اخويا، مش عشان يقعد. انما برضو اذا ما كنتش انت هتقدر تجوز الحاجات ديت، لا اشتغل في حاجه تعرفها. انت راجل دكتور، اشتغل في الطب، استثمر في الطب، اوعى تستثمر في حاجه تانية. بس فيعني على سيره الطب بقى، امتى فكرت ان انت عايز تكون دكتور؟ يعني هل ده حلم معاك من الطفوله؟ بصي، انا حلمي ان انا بقى ادرس في الجامعه، وكنت غاوي هندسه، وجيت ثانويه عامه. عندي حاجه كده في قلبي ظهرت من وانا في ثانويه عامه، بيبقى عدم انتظام في ضربات القلب. المهم ولفيت بقى وبتاع مش عارف ايه، وخلاص الامتحان نجحت. وايامها كان هندسه بتاخد اكتر من طب. انا واخد ثانويه عامه سنه 62 تقريبا، بس جبت 64.6 والطب واخد بعديه. يعني احنا جات لي هندسه، امتحنت، وكان هندسه اسيوط. رحت امتحنت وطبي وكشفت وبتاع كده طبي، وحضرت اول يوم. وبعدين طبعا انا اعتبر رب الاسره، ما انا الولد الكبير، وامي وكانت اختي بقى المفروض هتتجوز، وامي لوحدها بتاع. فانا فكرت في الكلام ده كله. ففجاه انا في اجازه ابن خالة امي قال لي يا دكتور مصطفى، يا مصطفى بقول لك ايه، في حاجه اسمها الطب الازهر فاتح، وانا اعرف العميد بتاعها الله يرحمه الاستاذ الدكتور علي مطاوع. قلت له هو هنا؟ قال لي رحنا قابلنا الدكتور، راح قالوا لي احفظ القران 3 أجزاء الاخيره من المصحف، جزء عامه وتبارك، والمهم ال3 اخرين. امتحنت، دخلت كليه الطب، طب الازهر. كنا لمجرد انها في القاهره والتانيه جات لك عشان اوفر على يعني ما هو ده. بصي، لازم البني ادم يبقى حاسس باللي حواليه،
وعنده مرونه وعنده امل وعنده هدف. اللي ما عندوش امل يدور يشيله الامل من اللي بيبيعوا الامل ويجري وراه. من غير امل عمر الانسان ما هيكبر. يعني انا بقول دايما للطلبه بتوعي يا جماعه احنا كنا في طب الازهر بقى، كانت ظروف ايامها برضو في الستينيات يعني صعبه، مواصلات، وكانت لسه كنا في مدينه نصر، كان اتوبيس 62 ده يطلع من العباسيه، المفروض اي اتوبيس بيشيل له 50 واحد، ده كان يبقى فيه 200 300 واحد، فكل يوم في حادثه. وكنا ساعات لما عندنا سكاشن نخلص الساعه 7 نلم بعضينا ونروح، نبقى شايفين الذئاب والثعالب ماشيه قدامنا بس احنا ماشيين مع بعض. يعني عندنا امل عايزين. وطلعت التاسع على الدفعه، يعني كنت انا تاسع دفعتي الحمد لله رب العالمين. ولازم يبقى في امل ولازم يبقى في اصرار. ودايما وظيفه الام والاب او الناس اللي حوالين العيل اللي طالع، ودي انا بقولها يعني، هو يحطوه في تراك ويحاولوا باستمرار ان هم ايه يعني ايه يحوطوا يسندوه، لا يضغطوا عليه ولا يسيبوه. هم اللي هو زي ما بيقولوا يعني هو رسم طريقه او بنصايحهم بيحببوه في الحاجه. وكل واحد يشوف ابنه وهو صغير هو غاوي ايه. فبقول لك في النقطه من هندسه بقت طب، وكان طب عين شمس يفرق عني تقريبا 3/10. خلاص وانا لازم ابقى في القاهره، ما طب طنطا ياخدني. طب انا عملت ايه؟ فدخلت طب الازهر، وكان ده يعني سبحان الله انا كنت لما اشوف عيان اخاف منه. والله صحيح. بقيت لا اروح المشرحه بتاعت الاناتومي واخش عشان اكسر الخوف. وبدانا بقى في سنه اولى وثانيه نشرح الجثث. فانت عايزه ايه ونفسك في ايه وعندك استعداد تعمل لا. وما يجيش الاهل. هقول لك على حاجه، لو واحد عنده 3 4 عيال، ما المقدره دي زي الاكل. في طفل تلاقيه بياكل ربع رغيف ويشبع، في طفل ياكل رغيف، في طفل عايز ياكل 10 رغيفه. العلم كده، انت اكتشفي ابنك قدرته ايه اللي بيشبعه وهنمي فيه هذا الشيء. اذا هو يعني شايفه في ميول فنيه، نمي الميول الفنيه. حاجه ايه عايز يكتب نمي له وسمعيه مزيكا وسيبيه هو يختار بعد كده. بس وخصوصا السيستم عندنا شويه يعني التعليم محتاج الناس تبقى يعني محاوطه بعضها. يعني حكايه التعليم واحنا برضو ما اعرفش يعني. انا غير راضي طبعا على التعليم وتطوير التعليم، الموضوع بمنتهى البساطه. بس هم يعني ما سالوش حد. انا كنت قعدت رئيس اقسام الجلديه، وبعدين انا رئيس الجمعيه المصريه للامراض الجلديه والتناسليه من بعد ما مات الدكتور الظواهري والدكتور عبد الرحيم عبد الله مسكوني الجمعيه بالانتخاب. في ناس عندها فكر في جوه الجامعات والتعليم والتدريس. فما اعرفش هل فرصه اقول في دقيقه تطوير التعليم ازاي؟ موضوع بسيط، معلش فكره جريئه جدا. انا لو بايدي الشيء هلغي حاجه اسمها ثانوي، هلغي حاجه اسمها ثانوي، وحاجه اشوف الوظائف. احنا عندنا الدوله عباره عن مجموعه من الوزارات، وزاره الصناعه وصحه وتجاره. خلاص تعالي يا وزاره الصناعه، انت عندك كام تخصص جوه الوزاره بتاعتك؟ 100 تخصص. خلاص انت ليكي اساسات في كام محافظه؟ في 28 محافظه 15 محافظة. اعملي لي مدرسه لتعليم التخصصات بتاعتي في كل محافظه. هنا براده، هنا حداده، هنا مش عارف ايه، واصرفي عليها، خليها تبع المصانع، تبع الوزارات. يا وزاره التجاره عندك ايه تخصصات؟ عندي ضرايب وعندي مراجعه، اعملي لي مدارس في كل المحافظات. وزاره الزراعه ووزاره الطب عندك كام تخصص؟ هيبقى كل المدارس دي تابعه للوزارات المعنيه على مستوى محافظات مصر. وميزانيه التعليم بتاعت ثانوي اللي هي مليارات اخدها اساعد المصانع دي في تطوير المدارس بتاعها. وعندنا المثل واضح جدا، قناه السويس ما بتاخدش حد من بره، عندها مدارسها من بعد الاعداديه هناك طب وحداده وبراده بيخش ويتعين زي المدرسه اللي عملها غبور دلوقتي بتاعت يعني هو بيصرف عليها. طب ليه؟ لان احنا النهارده ما فيش حد فني يا جماعه، ما بقاش في حد بيشتغل بايده، ده كله بيشتغل توك توك. يعني انت فين تلاقي فين وبعدين عندك بقى بقايا، ما زال بقايا العماله الفنيه اللي هي الاسطوات بتوع زمان. هاتيه ودرسوا الحاجات دي. هاتي بتاع الاويماجي ده يعلم الناس ازاي يعمل القيمه بايده اليدوي. بدل ما النجار بالادب.
هي هتندثر اذا لم نلحق نسير. وبعدين بقى المدارس دي كلها الدراسه فيها يعني الطالب يخش من سنه اولى، من سنه 6 وهو عنده 5-6 سنين لمده 12 سنه، اعلمه كمبيوتر واعلمه تاريخ بلده كويس قوي، وازاي يقرا لغه عربيه وشويه انجليزي وحساب، ويبقى باحث بقى، يعرف خلاص. ازاي ده يبحث. كده العيل لغايه 12 سنه. بعد كده يشوف بقى هو عايز صناعه، عايز زراعه، عايز تجاره، يتوزع على المدارس اللي هي ملحقه بالمصانع وبالوزارات، و1% او 2% من الناس دي تخش الجامعه بقى، اللي هي مجموعه اللي درس دراسات طبيه المتفوق فيه 2% ادخله كليه الطب، الهندسه ده، وهكذا. طبعا عايزه دراسات معينه، انما الموضوع انا هنا زي ما بيقولوا ايه، بنفخ في قربه مقطوعه. انت ميزانيات هائله ومدارس ومدرسين وصرف و و و و ولغايه النهارده بعض، مع احترامي يعني لكل الناس، ما بيعرفش يكتب جواب، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يعرف حاجه، ما يعرف. طب فين الاساسيات؟ مش موجوده. الاساسيات يعني ابص تلاقي ايه، تركبي مثلا مع سواق يقول لك انا خريج كليه مش عارف حاسب ومعاملات او حاسبات معلومات. طب تشتغلي بس سواق على اوبر. طب ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ واحنا محتاجين كم من العماله الفنيه وحدي فرصه اللي عايز يتفوق. فيعني المهم الاوجاع كتيره في التعليم، انما لابد يكون في ثوره جريئه جدا لتطوير التعليم في مصر. ما ينفعش. متفقه مع حضرتك. الرعايه الصحيه اعتقد ان احنا ماشيين في خطوات كويسه قوي 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 قوي. الرعايه الصحيه والتامين والمشاريع اللي بتتعمل، محتاج بقى التعليم عشان ننهض بالصناعه. وطول ما في تعليم صح هيبقى في صناعه صح، في زراعه صح، وهيبقى والحمد لله يعني مجهودات كبيره من الدوله بتتعمل وبتدرس وتبحث، ولكن التنفيذ بقى، التنفيذ ده مهم جدا. حبيت الطب امتى بقى يا دكتور؟ حبيته من اول ما دخلت كليه الطب، من بعد اعدادي، لدرجه ان انا كنت امشي في الشارع لو لقيت بامفلت بتاع الدواء اخدها واذاكرها. والله. فلذلك حبيت، كنت مثلا ايه، حد قريب عايز يروح الدكتور اروح معاه واقعد ابص للدكتور كده، اشوف هو بيتكلم ازاي، بيعمل ايه، واقلده. وكان ايامها يعني الدكاتره المشهوره، يعني كان مثلا الله يرحمه ياسين عبد الغفار، ده استاذ بطنه عظيم، وخالد عبد الغفار استاذ جراحه عظيم. كنت اروح الناس دي ابقى قاعد، انا قاعد قدام حاجه، فبقى عندي القدوه، واخد بالك؟ فانا لازم ابقى زي الناس ديت. وهو اي مجتمع على فكره لازم يبقى فيه قدوه، لازم يبقى فيه قدوه ووطنيه، يعني حب الوطن وقدوه عشان ابقى زيه، من غير كده ما ينفعش. فحبيت الطب، فلدرجه ان من وانا انا بقى الدكتور مصطفى في وسط اصحابي، في وسط قرايبي، وانا لسه ما، وكان ايامها في دايما الادويه في الكلام ده، كان ايام بقى ايه، مثلا اواخر انا اتخرجت 72، فمن وانا بقى ايه 70 بكتب روشتات، بس ما حاجات حب كده. فكان دايما ايه كل حاجه في الدواء قبلها كلمه نيو، فكان مثلا دواء كحه نيو كودايين، مش عارف نيو سلفا، نيو مايسين، فكان سهل تحفظي، فكنت على طول اكتب، وكان ربنا بيوفق. يعني هي اصلها ملاحظات، يعني ما هو الطب هو ايه، هو ملاحظات سريريه. هما الطب اتعمل طبعا، واول ناس شغل في الطب القدماء المصريين. هو بيقعد جنب العيان ده سخن، طب انا عملت له ميه راح بعد كده، طب ده كان معاه اسهال، كان معاه، يبقى المرض ده اتسمى بعد كده. فهي ملاحظات سريه يعني. وعشان كده هتلاقي الام اللي عندها اطفال بعد مده ما بتوديش خبيره، بقت خبيره احسن من الدكتور، احسن من دكتور الاطفال. فانا حبيت الطب، حبيته قوي، وحبيت بالتحديد الامراض الباطنه، وهي قصه برضو غريبه لو تحب اقولها لك. طبعا يا ريت. انا كنت التاسع، فتعينت نائب امراض باطنه في جامعه الازهر بنين. على فكره جامعه الازهر دي عباره عن جامعه الازهر بنين القاهره، جامعه الازهر بنات القاهره، جامعه الازهر بنين اسيوط، بنات اسيوط، وبنين دمياط وبنات دمياط. احنا كنا الدفعه رقم 3، وهي الدفعه الوحيده اللي كانت بنات مع صبيان. دفعه مختلطه، قعدنا كده لغايه ما اتخرجنا. يعني احنا دفعتنا متخرج منها يعني دفعتين بس بتوع احنا واللي قبلينا.
بس احنا بتاعتنا كانت بدايه البنات كتيره فيها، اسامي كبيره، وتخرجنا بنات مع صبيان، فكان دفعه مميزه، وكان بيدرسوا لنا فطاحل الطب بصراحه. ودفعه اللي هي حتى احنا عاملين سايت كده على الواتساب بنتكلم مع بعض، دفعه طب الازهر 72 المميزه لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي لازم نتقابل ونعرف اخبار بعض ونعزي بعض ونتكلم مع بعض، وفلان تعبان فلان. فحبيت الطب يعني من ساعه ما دخلته، فتعينت باطنه، مش في دماغي جلديه خالص. وبعدين بعد شهر شهرين وانا فاكر، وكان ايامها 67 والنكسه والناس اللي راجعه وبتاع ومش عارف، يجي لك بقى حالات وبتاع، وتسهري جنبيها طول الليل وبتاكلي مش عارف ايه. فجاه انا بطشي لقيت واحد بيقول لي انت عينك صفرة ليه؟ جالي التهاب كبدي وبائي اللي هو الايه من الاكل بتاع المستشفى. راح الله يرحمه استاذنا الاستاذ الدكتور المرحوم صلاح ابراهيم، قال لي روح اقعد في البيت، ما تجيش غير لما البيلي روبين يرجع طبيعي. قعدت شهر، رحت المستشفى مع شهر منقطع زي قلتها، جات لي حاله نفسيه خلاص، مش عايز احضر بطنه. فانا كان جوز خالتي الدكتور احمد مالك كان استاذ فسيولوجي ورئيس اقسام في القصر العيني، وكان استاذي بقى اللي درست الفسيولوجي حسن حمدي. فراح قال له احنا عايزين نعمل، نزل لي اعلان مشروط في القصر العيني ان انا اروح معيد فسيولوجي، فلازم تاخدي موافقه مدير المستشفى. مدير المستشفى في الوقت ده كان الله يرحمه استاذنا الاستاذ الدكتور حسن عبد العال اللي هو كان رئيس قسم الجلديه. فوسطت الدكتور دخلني قال له يا دكتور حسن الولد خلاص حالته النفسيه مش عايز كل مره يقول له امشي اطلع بره، امشي يا حمار، هتسيب كلينيكال وتروح اكاديميك، امشي. وانا عرفت معنى الكلمه دي. زمان لا كان شتيمه وضرب، وانت قاعده في العمليات كده تتضرب بالمرشط ايدك كده، ما عادي يخش بدالك عادي يعني. ما هو الطب ده عشان تكتسبي خبره بنعاني شده والتزام ومخ. المهم فاستاذ ما قال له الولد خلاص، ما فكده زي ما بقول والله سبحان الله يا جماعه، ولذلك الاقدار دي عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيختار لنا الاحسن دايما. قال لي تروح جلديه يا ولا، زي ما بقول كده، قلت له روح جلديه، قال لي اجري احضر جلديه. وفجاه، وده ما فيش في الطب، دي من الحالات الفريده ان انا ابقى نايب واستلم نيابه واسيبها واروح نيابه الجلد. فانا حتى قعدت في البطنه 6 اشهر، فكان اي حاله بطنه في الجلد بقى عايزه ريفرنس يقول لي مصطفى شوف الحاله. واشتغلت مده كبيره بطنه، انما بعد كده طبعا انا حبيت الجلد وبعشق حاجه اسمها امراض جلديه، وازاي العيان يجيلك. بس احنا اساسا انا دكتوراه امراض جلديه وتناسليه وعقم، والعقم كان جزء كبير، هو انفصل دلوقتي بقى فيه الاندرولوجي لوحده، انما ما زال بعض الكليات زي الازهر جلديه وتناسليه وعقم. فانت بتشوفي حالات بقى، يعني العقم ده يخليك تقربي من ربنا قوي. واي مرض بتشوفيه ويخف العيان على ايدك، انت انجزتي يعني حاجه. والحاجه اللي انا احب اقولها لحضرتك، ايام ما انا اتخرجت انا خدنا، ما كانش فيه ماجستير، كان فيه دبلومه امراض جلديه، وتاخدي دبلومه بطنه يبقى كده تسجلي دكتوراه، او تاخدي دبلومه جلديه وما خدتيش دبلومه بطنه تمتحني دكتوراه امراض بطنه في الدكتوراه الجلديه. فايامها كان عدد دكاتره الجلد تتكلمي في 380 دكتور، لما انا كنت دكتور جلد اخصائي في جدول الاخصائيين. النهارده بسم الله ما شاء الله، يمكن بيوتي اند بيوند يعرفوا الاعداد، احنا عدينا ل 20,000 دكتور. بس مش مهم الكوانتيتي، المهم الكواليتي. المهم نرجع تاني، فكان عدد قليل وكلنا عارفين بعض. اساتذتنا بقى اساتذه، استاذ الدكتور محمد الظواهري، استاذ الدكتور المفتي عبد المنعم المفتي، استاذ الدكتور علي عبد الفتاح، استاذ الدكتور حسن عبد العال، فطاحل. وجي بقى محمد ندى وعبد الرحيم عبد الله وعلي ابراهيم، الدكتور، اسامي كبيره قوي 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 اللي صنعوا الجلد مش في مصر بس، ده في العالم العربي. ايامها احنا كنا 380 دكتور، الكلام ده سنه 74. كان العالم العربي كله ما فيهوش 12 دكتور جلديه، ومعظمهم متخرجين من مصر. والحمد لله النهارده الجلد بخير، وبفضل الاساتذه واحنا اتعلمنا على ايديهم
طلعنا كوادر ما شاء الله، اسماء وسفراء لمصر في عالم الجلديه، في العالم كله، في كل حته، في الدول العربيه. طبيب الجلد في الدول العربيه وفي بعض الاماكن مطلوب لانه ماهر وشاطر. خلي التجميل على جنب. بنتكلم دلوقتي عن الجلديه. انا بتكلم عن الجلديه، لان انا التجميل الدكتور لازم يبقى دكتور جلديه صح عشان يعرف تجميل. وبعدين اللي ينفذ الاجراءات التجميليه ده تكنيشن. ايام برضو ما كنا لسه دكاتره صغيرين في السبعينيات، كان معظم يقول لك السبب unknown، غير معروف، العلاج ده ترايل. النهارده لا، ده الموضوع دلوقتي ابتدى يتحلي ويكبر الجلد كبر قوي 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 قوي. وزي ما بنقول الجلد مرايه الاجهزه الداخليه. انا ممكن يجي لي عيان عنده مرض خطير جدا، واقربها انا نشر حاله اليومين اللي فاتوا، العيان ممكن يجي لك بارتكاريا، انما هو عنده حاجه اسمها فاسكولايتس، محتاج علاج وعايز شغلانه. عيان الذئبه الحمراء يجي لك قبل ما يروح اللي هو اللوبس، وده مرض خطير. امراض كتيره قوي قوي قوي. عيان حاجه في البنكرياس يجي لك في الجلد قبل ما يروح لدكتور البطن. الجلد تخصص جميل قوي، بس اللي يعرفه. وانا يعني بحارب لابقاء الجلد على هذا المستوى، وان الناس تهتم بدراسه الجلد. يعني مش التجميل كل حاجه. وزي ما بنقول يعني يا جماعه، الناس في بدايه حياتها، ما احنا كنا بنتشعبط في الاتوبيس، وبعدين بقينا نركب درجه اولى، وبعدين نركب تاكسي، وبعدين جبنا عربيه قديمه بقى عربيه جديده، بقت واحده. ما حدش عايز يستنى يا دكتور. ما هو ده المشكله. نصيحه، ما حدش يا جماعه، عارفه الساقيه؟ هي ساقيه بتيجي على مستوى الارض، انا بركب معاها، بتطلعني لفوق. الجدع اللي يفتح فوق، بس هي مش مدوره، هي فوق بتمشي كبير كده وهتنزل تاني. كل واحد ليه وقته، ليه. المهم يعني تسالني تقولي طب انت مبدأك في الحياه ايه؟ عشان في مبدأ ديني مهم قوي، ومبدأ علمي. يعني انا اؤمن تماما، ودايما الايه دي في وشي وبقولها للناس: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مبدأ التاني بقى: لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوه وضد له في. هتضحكي لي هضحك لك، هتضربني قلم هضربك قلم، هتديني هديك، هتشتمني. انت فاهمه؟ ده مبدئي في الحياه، يعني هو كده. ودايما الله يرحمها بالذكر برضو امي علمتني: خلي نفسك انت اخر حاجه، حب الناس. يعني من 1 ل9 حب الناس، اخدم الناس. وده فرق معاك جدا جدا طول عمري والله يا ايه. يعني كان في المؤتمرات وبتوع الجلد، انا اقف على باب المطعم، ادخل كل الدكاتره صغيرين وكبيرين لغايه ما اطمن كله دخل وكل، انا ممكن اكل ولا ما اكلش. ادي الناس اهم حاجه، الناس اللي قدامي تبقى مبسوطه، الناس اتعلمت، الناس خدت، مش مهم انا خدت ايه. وكان ده في الاخر طبعا انت بتتعاملي كده مع مين؟ مع ربنا. مكافاه لا كان فضل الله علي عظيم. يعني أنا ما شاء الله، يعني ما شاء الله. طب قبل ما نسيب الجزئيه المتعلقه بوالده حضرتك، لما حضرتك جبت مجموع ودخلت هندسه وبعد كده دخلت طب، هل كان في فرحه كده من نوع خاص لانه حضرتك الطفل الكبير او الابن الاكبر بقى دكتور؟ فرحه، كانت فرحه ليس بعدها فرحه يعني. وزادت الفرحه بقى في ايه؟ يوم ما اتخرجت، اخويا حسن خلص المعهد العالي ونجح، واخويا حسنين خد الثانويه العامه وكان متفوق. ثلاثة في واحد في نفس الوقت. ما شاء الله. ونفس الوقت، لدرجه ان يعني كانت الفرحه بقى دي، احنا كل واحد دخل حته لوحده في سنه من السنوات، انما انت تتخرج كده مره واحده، دي كانت جميله قوي قوي. ماما طبعا اكيد كانت ماما بقى، ما هي قالت لك انا عندي مشاريع انا عايز اكملها، فكان اول مشروعها وخلاص. البنات بقى كانت كليه تجاره، وواحده كانت ثانويه عامه، ظروفها الصحيه هناء الله يرحمها اللي هي بعدي على طول. انما وفاء الله يرحمها كانت كليه تجاره، وكانت شغاله مديره كبيره قوي في هيئه الاتصالات، والصبيان زي ما انا قلت لحضرتك. وكانوا بداوا البنات بقى. يعني انا خدت بقى اتخرجت طب، اختي وفاء اتجوزت،
وبعدين جوزت اختي هناء، ومشيت الحياه، انما كان ليها فرحه طبعا صراحه، فرحه. بس انا يعني فرحتي انا، الفرحه بتاعتي اللي انا بكيت فيها يوم بنتي شيرين الكبيره نجحت وجابت 99% في الثانويه عامه ودخلت سياسه واقتصاد. كانت هي تاني دفعه انجليزي سياسه واقتصاد القاهره. دي فرحه بقى يعني برضو، يعني امي فرحت لي، بس انا ايامها فرحت برضو. كانت فرحه لانك بتشوفي مجهود السنين انت زرعتي وبدا بقى اوان الحصاد الحمد لله. طيب عايزين نتكلم برضو عن الجزء المتعلق بالأسرة ده شوية. حضرتك عندك أولاد قد إيه وأعمارهم قد إيه؟ أنا عندي 3 بنات وولد. ما شاء الله. عندي شيرين الكبيرة خريجة سياسة واقتصاد انجلش، عندي نرمين خريجة هندسة، عندي نيفين خريجة لوجيستكس الأكاديمية، وعندي محمد خريج فنون جميلة. ما شاء الله هم كلهم متجوزين الحمد لله. وعندي شيرين عندها ليلى، ونرمين عندها فهد ولولو ويونس، ونيفين عندها زينة وخالد ونادية، ومحمد لسه ما يعني هو ربنا يكرمه يعني واخد بالك. وانا بعتبر انا عندي مش 3 بنات، عندي 4 بنات وولد، لان مرات ابني انا بحبها زي ولادي بالظبط، مش مجامله ولا حاجه يعني، انا ما لانها بنت كويسه وابني سعيد بيها. طب هو انا ما زي بالظبط الصبيان، ما عنديش ولد واحد، انا عندي 4 اولاد وهم كلهم يعني بيعاملوني زي صاحبهم يعني. وهم الحمد لله. شيرين متجوزه عمرو ابو عش، ده بتاع شركه تنميه انوفيتور، اللي كان هو الوحيد اللي عمل حاجه اسمها تنميه الصرف على تنميه المشروعات الصغيره. ونرمين متجوزه الدكتور محمد رشدان صيدلي، ونيفين متجوزه محمود حشاش، عيله حشاش بتاعت المنوفيه. هو راجل كان زميلنا في الكليه بس دلوقتي بتاع جيم وبتاع حاجات عنده مراكز. ومحمد متجوز فرح باسل الدين، بنت ناس محترمه، باباها متوفي فانا باباها، مامتها ست فاضله يعني. دول ولادي وانا عايش معاهم صحاب. ما بتحسش احيانا ان انت تعبت من دور الكبير انت بتعمله من زمان قوي؟ عمري عارفه يعني عندي استعداد اشيل زي الناس ما عايزه تشيلني، ما بتعبش. انا ببقى منتهى السعاده ان حد يكلفني بشغلانه او عايز مني. وعلى اقول لك على حاجه، والله العظيم والله على ما اقول شهيد، انا بدعي دعائي دايما اللهم سخر لي من عبادك الطيبين من يساعدني على قضاء حوائج الناس قبل قضاء حوائجي. وانا ببقى سعيد لما حد بيبقى عايز حاجه، ولما بقدر اعملها له ببقى سعاده الدنيا فيا. مش المهم اخلص حاجه الناس. فالاسره الحمد لله، مراتي بيبقى يعني عايزين القصه من اولها. بصي انا اقول لك على حاجه، انا من النوع اللي هو ايه، امي يعني انا بقى الكبير، فانا في دماغي مش بتاع هلس ولا جري ولا لخبطه ولا بتاع. حتى واحنا في الكليه صحاب، ما احنا دفعه مشتركه وبنات وصبيان وبتاع، بس ايه يعني عندي هدف. اخواتي زمايلي الدفعه اخواتي. وبعدين وانا في بكالوريوس كان ليا من الشله بتاعتنا محمد ربنا يديله الصحه، وكان مراتي كانت في معهد ليوناردو دافنشي، فكانت وراح العربيه الصبح اشوفها بتاع بنوته كده ظريفه ولذيذه وكنا الصحاب زمان يعني، كنت اروح لمحمد في البيت وهو يجي لي في البيت، عارفين معرفه عائليه من واحنا في الاعداديه متربيين مع بعض. ففجاه طقت في دماغي، وكانت صاحبتي قوي. مين بقى؟ مرات خالي الكبير، يعني خالي الله يرحمه ابله ليلى دي الله يرحمها، كانت صديقتي والسر معاها. فقلت لها ايه طب يعني اروح اشوفها. فراحت بيتهم شافته، بنت ناس كويسه قوي 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 قوي، ابوها تاجر من التجار المعروفين قوي يعني. وهي في معهد ليوناردو بتتكلم ايطالي وانجليزي وفرنساوي وظريفه. المهم قالت دي بنت كويسه قوي، بنت كويسه قوي، واهلها ناس طيبين قوي، واخواتها البنات طب ايه يا طب تعالى نروح نخطبها. فرحت خطبت مع خالي ومرات خالي، رحنا قابلناهم،
فباباها قال لا لازم الحاجه مامته. فين صح، انا عايزه ما انا اسال. خدي بالك، ما انا خايف بقى انا ما صدقت الست تلاقي واحد جنبيها يقف يعني بقى دكتور عشان يروح. فسبت الموضوع ده لخالي الله يرحمه. فكان امي اسمها هانم، كان يقول لها يا نومه، نومه ضحك، لا بقول لك ايه، عايزين نروح مشوار كده، الواد مصطفى بيبت عم نعمل ازاي الحكايه الروايه. راحت على مضض، بس لما راحت وشافت الناس ولقيتني انا ما اتغيرتش، بل بالعكس هم دفعوا لنا بقى احسن من الاول. حبيتها قوي قوي قوي. امي لو مراتي ما كلمتها الصبح تصب عليها تزعل منها. مش مهم اخواتي يكلموها، المهم هي مرات مصطفى تكلمها وتطمن عليها، طب انت عايزه حاجه، هي ست فاضله والله. فانا امي قاعده لوحدها، اتجوزنا بقى، انا قعدت خلاص كل واحد مننا اتجوز. فكان مثلا انا راجل بيت يعني، اطبخ كويس قوي وعارف الواجب يعني. فكنا لما اجيب فاكهه في اول موسم تقول لي وديت لنومه، اقول لها وديت قبل ما اجي هنا. بصي رضا الام ده يا اللي امه مش راضيه عنه، خسر الدنيا والاخره، مش الدنيا بس، ده الدنيا والاخره. ومكسب الدنيا في رضا الام والاب. والله لولا رضا امي يعني، ما انا ابويا ما طبعا مات وانا عندي 5 سنين يعني، انما رضا الام ده شيء فتح لي ابواب ما اعرفش كانت بتفتح ازاي. ما من ست جوزها مات في زمن صعب في الخمسينيات، ويعني هي كان كل ما تعوز حاجه كان زمان تبيع حته ذهب، وتربينا وبقينا النهارده ما شاء الله ما شاء الله. فده برضو بقولها رساله للشباب اللي طالع، يا ابني انت وهي ما تستعجلش، والله العظيم الرزق جاي، بس اتق الله وحب الحاجه اللي بتشتغلها، واوعى تعمل حاجه غصب عنك، اعمل حاجه بتحبها ومش مهم، بس اقنع اللي نفسهم فيك يشوفوا حاجه كويسه، اقنعوا باللي انت بتحبه ووعده وحقق له ان انت هتبقى احسن. يعني في مثلا ايه، يجي راجل يقول لك انا عايز ابني يطلع دكتور، طب طلع دكتور فاشل، اتخرج دكتور وراح يشتغل في كافيتيريا او يشتغل مضيف، طب ايه من لازمتها؟ خلاص. فيا اب وكل اب وام ربوا عيالكم كويسين، علموهم ازاي يصلوا، علموهم ازاي يخافوا ربنا، علموهم ازاي يحبوا اخواتهم، علموهم ازاي يبقوا حاجه واحده، وعلموهم كويس، علم كويس، اساس التعليم ونجاحهم من البيت. وبعد كده خليكوا جنب شوفوا كده، وكل واحد ليه طاقته، ده يقدر يبقى كده، ده مش واحد بياكل نص رغيف عايز اكله 5 رغيفه. طب وهندسه دراسه صعبه جدا، وما فيش حاجه مش بتخلص بالبكالوريوس. انا لغايه النهارده ما كنتش اقرا كل يوم، ما ينفعش اصدي، انا بقول كده. الدكتور اللي ما يذاكرش كل يوم ويقرا يصدي، لان الطب بيجري بسرعه جامده جدا. هديكي مثل احنا عشناه كلنا اثناء كورونا. الكورونا خدت قد ايه؟ 2-3 سنين. كم من الابحاث والاكتشافات اللي تم على هذا الفيروس قد ايه؟ بليونز في مده صغيره، لان الطب بيجري كل يوم جديد. ربنا يكرم كل واحد وينور له بصيرته يعني. طيب مصطفى فين بقى من كل ده؟ اسمح لي اقول لك يعني مصطفى على طول. مصطفى طبعا، لانه حضرتك يعني اتكلمت عن ناس كتير قوي حواليك، واتكلمت عنك في الجزء العملي، لكن الهوايات بقى، الحاجات اللي بتحبها، الحاجات اللي شغوف بيها. بصي انا الحمد لله رب العالمين احب قوي اقرا في التاريخ وتفسير القرآن، ودي بتبقى التفسير القرآن ده بتبقى الساعة اللي هي ايه بعد صلاة الفجر، التاريخ لما اكون فاضي. انما اساسي انا اقعد اعمل محاضراتي. انا عندي بنك من محاضراتي يتعدى يمكن يعني 1000 محاضرة ولا حاجة، انا اللي عامله باوربوينتس والانيميشن، انا اللي اعملها، انا اعمل محاضراتي. ما وداش، اتعلمت في الاول وكان الفضل لبعض تلامذتي زي الله يرحمه ايمن خفاجي الله يرحمه ويحسن اليه، محمد اسماعيل ربنا يديله الصحه، دول علموني. والكمبيوتر كان دخل حديث يعني، كان زمان يعني انا الدكتوراه بتاعتي كانت بتتعمل على الستنسل، حاجه زمان طريقه طبيعيه بديهه قوي، دلوقتي لا الامور بقت سهله قوي. فانا هوايتي اقعد اعمل محاضراتي، ولو عملت محاضره دلوقتي النهارده خلصتها، حاجه اقراها بكره ارجعها اغيرها، افضل اغير فيها، حتى لدرجه ان زمايلي يقولوا يا الله مصطفى احنا سمعنا دي قبل كده بس مش هي دي، انت غيرت. دي هوايتي الاساسيه. الهوايه الثانيه بتاعتي
احب الناس والناس تحبني. بصي، العيان اللي ينزل من عند الدكتور مش مصاحبه وبقى واخد حته من قلبه، يبقى خسر العيان ده. احنا برضو بنلف حوالين مهنة الطب. ما هو ده، ما ده اساس مفيش شغلتي اي والله. حاجة بره لا، في، ما انا هقول لك الكتابه نمره 2 في وقت الشتاء. يعني انا في يوم من الايام ناس كده سقطت عليا في العياده. انا قعدت اشتغلت في مكه اول ما خدت الدكتوراه سنه 82، وكنت انا الاستشاري الوحيد في المنطقه الغربيه، جده والمدينه والطائف ومكه. كنا نعرف بقى الناس كلها، ومرات الله يرحمه الملك سعود، ايام كان الملك خالد. المهم اشتغلت 3 سنين ونزلت. فجاه في التسعينيات لقيت ناس جايه، دخل الشيخ عايز يقابلك. الشيخ مين يا ابني؟ الشيخ عايز يقابلك. الشيخ سعودي. مين ده؟ اصل احنا اشترينا المستشفى اللي كنت بشتغل فيها، اللي هي مستشفى احمد زايد دي، وعايزين حضرتك ناخد رايك في حاجات فيه. حاضر، انا فهمت بقى وعارفها. حضرتك النهارده هستنى؟ لا معلش، انت تاخد ميعاد مني، ما انا هعدي يوم كذا الساعه كذا. المهم رحنا قعدنا، عملنا مستشفى انشاتها من جديد. وايامها انا بسم الله ما شاء الله واخد من مصر حوالي يمكن 60 دكتور هم قوام المستشفى، وحوالي 120 ممرضه مصريه بمشاكلهم بعبالهم والعمال كلها. واخده بال حضرتك ازاي؟ وانا بجهز المستشفى دي مستشفى مصري في السعوديه. في السعوديه وكان عندي تارجت ان انا لازم احقق مكسب للراجل يعني في اول 3 اشهر. فاشتغلت ببلان معينه انا في الحاجات ديت. المهم وشوفي بقى لما تعملي حاجه كويسه، ايامها كان عشان تاخدي تاشيره سعوديه تسافري يدفع فيها 30 40 الف جنيه. فالمهم ايه، وانا قاعد بقى بشتغل وبنسلم الناس الباسبورات بتاعتها بتاع، هوب دخلت لجنه وبوليس وبتاع مش عارف ايه، والعياده على بعضها عيانين واللي جايين يستلموا. وكان ميعاد صلاه المغرب لان ننام بدري. فدخلوا احنا مباحث مكتب العمل، خير في حاجه عايزين حضرتك في كلمتين. طيب نصلي المغرب الاول. قالوا لي صلي المغرب. انا قلت صليت المغرب بيهم وقعدنا. قالوا لي يا دكتور انت فاتح عيادتك مكتب توظيف عماله؟ قلت لهم انا؟ قال لي اه. بص الموضوع ده لازم مش هينتهي الا مع وكيل الوزاره وبتوع المباحث هناك في مكتب العمل في الجيزه. حاضر. يعني دي اول خبطه. رحت تاني يوم للراجل، قعدت اوضه طويله كده، وانا قاعد بقى ايه، محمد التقي ده اللي هو مدير مكتب الراجل، عارفه بيكلمك ازاي كده انت بقى. فالمهم ايه، سمعت صريخ. ربنا بيرتب لك حاجات. واحده بتصوت فجريت، واحده وقعت على السلم رجليها اتجزعت، فقعدت عملتها وبتاع مش هقول كده، قعدت تاني. فاتنين في اخر البتاع لقيتهم جايين بنتين. قالوا لي مش انت الدكتور مصطفى ابو زيد اللي في شعب ابو العلا؟ انا كنت في عيادتي في ابو العلا. قلت لها اه. قالوا لا ده مصطفى، دكتور مصطفى ده. فالمهم اتعدل. قال لي بص، هتخش عند الراجل جوه 2 قاعدين، منهم واحد رزل قوي هيستفزك. اذا خلص الموضوع معاه خلاص انتهى الموضوع. ما كانش خلي بالك، دي غرامه 50,000 جنيه وحبس 5 سنين. يا نهار ابيض. ويتلغي ترخيصك يا جماعه. المهم فدخلت عند الراجل، قعدت. اتفضل اقعد. قعدت منتهى الادب. قالوا لي بص، احنا ناس كتير قوي تيجي عايزين لازم تصحيح العمل، فبتاخديه. يا ابني انت جايب منين التاشيره دي؟ من دكتور اسمه مصطفى ابو زيد. خد منك كام؟ ما خدش والله ده ولا مليم. يا ابني وناس تاني يقولوا لا ده هو ادانا فلوس. يعني ساعات عايزه تصوري حاجه معاش، خد يا بنت صوري وطلع. انا بخدم بادئ، انا بحب مصر قوي، انا بحب مصر قوي قوي. حاجه فرصه لمصر هتفتحي باب عيش لكام واحد. يعني 60 دكتور و120 بنت وعمال، في احلى من كده حاجه؟ فقالوا بصراحه ما لقيناش غير العيال كلها بتشكر فيك جامد جدا جدا، بس انت الجهل بالقانون لا يعفي من مساءله. انت مشغل كده مكتب؟ قول لهم والله. قلت لهم والله ما اعرف. قالوا طب خلاص. قلت لهم من النهارده ما فيش، انا مالي. قالوا خلاص يا محمد مضي خلاص انه خلصنا الموضوع ما فيش مشكله. الراجل بره قال لي انا بستغرب ايه خلاص. نفس المشكله بقى بعديها بيومين
انا بحكي دي بقول ايه؟ لما يكون في خير اعمله، ما يهمكش، ما تدورش ايه اللي هيجي لك بعدين. قاعد في العياده خلاص بقى ماليش دعوه، حولتهم لواحد ياخد حاجته، انا ماليش دعوه. وقفلت الموضوع ده بالنسبه لي، وقلت للراجل السعودي ما تجيليش هنا تاني. المهم بعديها ب3 4 ايام دي بقى ايه، امن دوله. لقيت ناس دخلت، دكتور مصطفى ابو زيد من فضلك مطلوب في امن الدوله. دي انا ساعتها انهارت. امن دوله، انا لا جماعه، ايام كان بقى جماعات دينيه في التسعينيات بقى، انا لا جماعه دينيه ولا ليا تيار سياسي، ولا انا راجل دكتور وبحب الناس والناس بتحبني انا. المهم فكان اخو مراتي غاوي يعرف ضباط، فرحت له قلت له يا محمد، قال لي طب تعالى نروح لايه، لمأمور اسم قصر النيل في الزمالك، هم ساكنين جنبيهم يعني. فرحنا، كان له اسمه حاج عبد الوهاب. قال لي طب اقعد بس استنى هنشوف، انت ليك عضو جماعات؟ قلت له ما فيش حاجه انا دكتور. طب اقعد بس. فلقينا ايه، واحد داخل، بس اهو محمد باشا اهو داخل بتاع امن دوله. فالنبي يا محمد باشا، ده الراجل مأمور بقى، مصطفى ده اخو الحاج محمد ويعني. فقلت له على اللي حصل. قال لي بص اطمئن خير، لو في مشكله كانوا خدوك على مش طول. دي الطريقه، لا كنا هنجي لك كده وانت نايم في بيتكم في وسط الفجر وناخدك 100%. فيه يمكن حد ظابط عايز يكشف عندك، ولا قلت له ده والله لو هي حاجه كده لما انا سايبه. المهم كنت اعرف واحد اللي هو مدير العلاقات العلميه بتاع الجامعه، نبيل نصر الله يرحمه، شغال معايا في الموضوع من وقت السفر. هو كان اساسا ضابط امن دوله. فقال لي طب بص يا مصطفى، قلت له بقى كلمته يا نبيل. قال لي بص طيب خلاص. فكلمته فقال لي بص مش عارف الرائد ايه المسؤول عن جامعه الازهر، هتروح له امن الدوله، انا مسافر خلاص يوم الثلاث، الكلام ده يوم الاثنين. قال لي في لازوغلي، كانت امن الدوله في لازوغلي، خش قابله يوم مش عارف يوم الاثنين الساعه 6. قلت له اخد معايا حد من اخواتي؟ قال له لا ما تاخدش حد، ما تخافش. قلت له يا نبيل. قال لي ما تقلقش والله. خدت معايا الله يرحمه حسنين الصغير اللي هو الهندسه دوت اللي مات. فالمهم قعدوا بره، فدخلت بقى دهاليز كده، دخلت اوضه كبيره وضلمه كده، منظر عارفه افلام قوي. هي هم كده. هو فيلا هناك قصر من قصور مش عارف مين هناك، زغلي ايه، لا زغلي ولا حاجه. فدخلت لقيت واحد قاعد، انا الرائد هشام مش عارف ايه بتاع، مش عارف. اهلا وسهلا. قال له يا دكتور مصطفى انت خايف ليه؟ انا مرعوب. قال لي بقول لك ايه، انت بتاخد فلوس، انت بتشغل الناس، انت بتجيب قلت له منين؟ قلت له الموضوع. قال لي بتاخد فلوس؟ قلت له لو انا باخد فلوس انت هتعرف. قال لي بصراحه انت ما بتاخدش حاجه من حد. قلت له طب جايبني هنا ليه؟ قال لي غالبا والله زي ما بقول لك دي بنت ممرضه يظهر كانت عايزه تشتغل، وجوزها او خطيبها امين شرطه، وانتوا ما خدتوهاش، فراح امين الشرطه عامل فيك شكوى قلت له ده اسمه كلام. قال لي بص سيبك، انا ده هيتجاب وحيد. قلت له مسافر بكره. قال لي سافر. قلت له قال لي كارتي اهو، اي حد يعترضك في او اي حد ما دام عايز حاجه وانت مسافر خليها تديني تليفون. فشوفي اترتبت يعني من عند ربنا. لا بصي والله انت بتقولي لي انت فين من نفسك. لا يا جماعه، انا عايش لنفسي من جوه نفسي من غير ما احس. ما انا عايش الحمد لله، وولادي ربنا يسترها معاهم ويبارك فيهم، واصحابي بيحبوني وزمايلي وتلامذتي. طب ما انا مصطفى، يعني عايز ايه اكتر من كده يعني؟ انا بقى نجار، انا راجل فطاطري، انا منجد، انا دكتور. طب ما محبه الناس دي حاجه من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي. طب ايه حكايه الشعر بقى والكتابه وكده؟ ايام ما كنت مدير المستشفى دي بقى معاكي 120 بنت ممرضه، فكنت افضل قاعد الساعه 12 اطلعهم السكن، اروح قافل بالسلسله والقفل، قلقان عليهم، واروح البيت. ما هو كله اللي جاي مسلمها لي امه وابوه، وفي بشياطين. تاني يوم الاقي القفل اتكسر، والله يا نهار ابيض. لغايه ما جبت بقى يعني عملت سيستم ونظام. فكانت بتبقى اوقات شديده قوي، انا في الشده اقعد اكتب شويه حاجه كده توصل زي زجل كده او بتاع. احنا محتاجين بقى بما ان جبنا سيره الزجل والزجل اللي في الشده كمان بالذات ان احنا نسمع حاجه. طيب احنا بقى جبنا النضاره اهو الموبايل، ماشي، عشان نقول لك حاجه، لانها من التسعينيات، ايام ما رحت اشتغلت مدير
في المستشفى والستريس بقى والبنات، ها واخده بالك البنات على طول مصدر قلق. يعني بصي، فاكتر حاجه على فكره بتبقى يعني شغله بال الناس وعايشه معاهم مصر. فانا كاتب حاجه اسمها يا مصر يا غاليه. خلي بالك هو في الغربه بقى، يا طيور بلدي يا اللي جايه من بعيد، يا هوى وطني يا اللي نفسي اشتقته من جديد، يا مالك عمري يا اللي ملامح حزنك كل يوم بتزيد، يا اهل بلدي يا اللي بينا مسافات ما يطوهاش غير الحديد، اسالكم كلمه امل ولو جبر خاطر ترسلوها بالبريد. يا زمن يلي بتطوي من عمري سنين في غربتي، يا ندم يلي فات وقته بعد ما انسرقت من عزوتي، يا شجن يلي حفرت لنفسك ملامح في جبهتي، يا دمع غالي من ساب من عيني وملازمني في وحدتي. ده ملامح أهلي وحبايبي هي اللي عايشة ومصبراني، وليالي غربتي هي اللي دايما في وحدتي مشاركاني، مع حزني ودمعي وآهاتي اللي باقية في كياني. يا ابن بلدي يا سايبني ومسافر بكرة لجنتنا، أمانة عليك تقول لولدي ولبنتي ولتربتنا، ده اللي بينه وبينكم بحور مسيره يرجع للمتنا، ده اشتاق قوي للشمس اللي بتطلع وتنور لمتنا، وصوت أذان الفجر بيردده مولانا في مأذن حتتنا، وللراديو هو بيذيع يا صباح الخير يا اللي معانا، والضحكة صبية مصرية شقية بدلعها بتتمخطر في حارتنا، والتراب أرضنا الغالية اللي سماره لون بشرتنا، ندنا عليا يا مصر يا غالية ما فرقك مهما كانت حاجتنا. الله دي الله دي الله الله الله. بعدين بقى ايه، رديت على نفسي تاني، ما هو بقى ايه، هو مستني جواب، هو قاعد مستني جواب، فجاله الجواب بقى، مسميها يا غريب، وجالي البريد بمكتوب طاير فرحان وجاي من بلدي، فتحته شميته لقيت فيه ريحة عطر من ولدي، وكلامه مكتوب شوية بدموع مراتي والباقي بإيد بنتي، وفي آخره علامة بوسة مطبوعة من خيال اللي ولدتني، بتقول يا مسافر وغريب في جلستك ده انت حتة من كبدي. من يوم ما سافرت واحنا بندور على الشمس نلاقيها تهرب وتختفي، والقمر منين فين كل مدة لما يطلع يسأل عليك وبسرعة يختفي، والهوى العليل منع نفسه يجي لحدينا وبيختفي، واللقمة اللي كانت حلوة في لمتنا هربت من رغيف العيش لاجل ما تختفي. يا غريب دي الضحكة بقت نادرة وباهتة ما بقتش تيجي غير لحظة وتختفي. أمانة عليك يا غريب، اللي هو اللي مسافر بقى، أمانة عليك يا غريب، احكي لنا ازاي عايش بعيد عنا، ايه بتاكل وازاي بتلبس وامتى بتنام، يا اخي اكتب لنا، ما انت اللي ما سمعتش كلامنا وصممت وسافرت بعيد عننا، لاجل حفنة ورق كل شهر تقبضهم وترسلهم نرميهم ورا ظهرنا. يا غريب دولارات ايه وريالات ايه، ده وجودك يساوي مال الدنيا وسطنا، ما احنا برضو كنا بناكل وبنشرب وبنلبس ايام ما كنت معانا في وسطنا. اسمع يا غريب، لاجل مراتك وولادك وامك وحبايبك، لاجل الدموع اللي نشفت في عيوننا وعيون جيرانك وقرايبك، لاجل الزرعه اللي زرعتها ترويها علشان تكبر وتجنيها، لاجل البلد اللي اديتك وربتك عشان تكبر وتحميها، لاجل ما ترجع لنا ضحكتنا ونبض قلبنا ويتلم شملنا، سيب اللي عندك بسرعه وتعالى لاجل ما ترجع لمتنا. تحفة تحفة تحفة. ده يعني من الزجل اللي احنا بنقوله. القصيدة الأولى تنفع أغنية جدا. ما اعرفش بقى يعني أنا دي من الحاجات اللي كتبتها، ففي الغربة بتبقي انت ساعات كده تفتكري شوية حاجات يعني. فمن مؤثرة جدا. من ده فعلا ده شعور الناس اللي في الغربة لما بتسافر وبتبقى قاعدة ومستنية جواب. زمان لما سافرنا ما كانش في موبايل، فكنا بنعمل ايه، بنسجل شرايط ونبعتها حد مسافر او نروح بقى نحجز نستنى في الكابينة عشان نتكلم في التليفون، فممكن تكلمي حد وما تعرفيش تكلمي التاني، فكان الجواب هو الوسيلة الوحيدة انك تطمئني على الناس اللي بعيد عنك، وده كان في وقت برضو كان لسه يعني، فالحمد لله يعني. بمناسبة السفر والغربة،
طبعا يعني اكيد الغربه حاجه ما تتحبش، بس السفر يتحب. حضرتك بتحب السفر؟ انا عشت طول عمري بسافر وبسافر، انا لفيت العالم كله. يعني اسيا، افريقيا، لغايه البرازيل، رحت للبرازيل. بس كلها كانت الحمد لله يعني ايه، يا دعوه لمحاضرات بلقيها، يا بروجكت بنتعلم عليه، يا دواء شركه. يعني ما هو لما ودي الرساله انا قلتها للناس، لتلامذتنا، قلت له يا ابني خلي عندك مبدأ وليك قيمه في وسط الناس، وخصوصا مجالك. انت دلوقتي كأستاذ في الجامعة، أستاذ جامعة، تعالج ناس وتدي محاضرات وتعلم الناس. فدي فادتني كتير قوي. فكنت سافرت العالم كله احب السفر قوي قوي قوي. بس بقالي دلوقتي سافرت امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، سافرت لغايه استراليا. سافرنا، واخده بالك ازاي؟ السفر حلو. السفر وخصوصا لما يبقى فيه مجموعه من سنك ونفس الكالتشر بتاعك، الثقافه بتاعتك، دكاتره كلنا، او مسافره مع واحد او اتنين عشان خاطر مثلا بتأدي مهمه. ما يعني شركات كتيره. احنا مثلا عندي شركه ايه مثلا كانت مدياني حاجه شهاده اسمها Egyptian Ambassador for Leo in Egypt، واخده بالك؟ سيبا جايجي زمان، هو حصل ميرج للشركات دي كتير، كانوا نفس الحكايه. شركات كتيره قوي كنت انا زي كونسلتنت، انا السبيكر بتاعها. فده اداني فرصه بقى، سافرت الدنيا كلها. وفرنسا سافرتها كذا مره. ايه اكتر بلد حبيتها؟ اكتر بلد حبيتها بخلاف الدول العربيه، بخلاف الدول العربيه؟ برشلونه اسبانيا. وامستردام. اسبانيا وهولندا. اسبانيا وهولندا. برشلونه كانت حلوه قوي. وكان برشلونه بقى كان مؤتمر كبير، كنت واخد معايا نرمين وشيرين. ما انا كل بنت تتجوز اخدها معايا سفريه تدلع نفسها يعني، تجيب اللي نفسها فيه، حاجات في حدود المعقول يعني. فبرشلونه دي بلد زارا ومانجو، كل السينيهات الشيك. فانا فاكر موقف ساعتها. فانا بقى ايه، وايام كنت بدخن والشوارع هناك جميله، الجو حلو. هم يخشوا الاثنين لان كانت نرمين هتتجوز، ينقوا الحاجه، وانا قاعد بشرب سيجاره بره. ساعه الدفع اروح ادي الكارت ادفع واخرج. فواحده ست محل كده وقفنا منه، فافتكرتني ان انا مصاحبهم، دول صحابي. قالت لهم صاحبكم ده مليونير؟ قالوا لا ده قالوا لا ده بابا انا يا بنتي الحلال، واخده بالك؟ فالسفر جميل، بيعرفك طباع الناس وعاداتها وتقاليدها، بتقربي تقدري تتعايشي معاهم كويس قوي، فبتاخدي خبره في النهايه. وقصه الزراعه بقى، حبك للزراعه اموت في الزرع. موضوع الكاوتش ده. اموت في الزرع. كان عندي مزرعه، انا قلت لك. ايوه. ما دي برضو من الحاجات ان ايه يعني، ساعات كده ايه ربنا بيبعت لك حاجات. يعني اتمنى ان هو يكون ده علامه من علامات الرضا يعني. فمره انا رحت، كان ليا مزرعه في الصف، وبعدين صرفت فلوسي وراجع ما فيش في جيبي غير 30 جنيه، ما انا عربيه معايا. كاوتش نام، بدور على الاستبن، اتاري العربيه كنت سايبها لاخويا لان انا كنت مسافر قبلها، فهو كان متفرتك الكاوتش وما غيروش. ازاي همشي بثلاث وانا في الصف، بيني وبين مركز الصف 7 كيلو او 10 كيلو. وقفت عربيه بيجو، كان معايا ايامها بيجو. قلت له النبي، قال لي رمال لي استبن، قال له هتستني فين؟ في الصف. رحت الصف محتاج 2 كاوتش. فدخلت على ايه، على واحد بتاع كاوتش قديم، والنبي من فضلك انا عايز، قال لي انت عايز 2 كاوتش؟ قلت له طيب نزل لي 2 مبهدلين. بكام يا عم؟ قال لي 70 جنيه. 70 انا معيش 30. قال لي بص، طب هاخد واحد ازاي امشي من غير استبن؟ الحقيقه ما اعرفش، خرجت كده فبصيت لقيت فيه توكيل كاوتش. فدخلت ما اعرفش، تلقائي طلعت البطاقه بتاعتي، دخلت الراجل صاحب التوكيل، راجل كبير كده، قلت له بص انا والله استاذ في كليه الطب، كنت ايامها استاذ، خدت استاذ يعني، وحصل ظروف كذا كذا. قال لي اقعد ايه في ايه الدنيا، اقعد يا دكتور اقعد. والله اقسم بالله العظيم، والله على ما اقول شيء، اقعد. قلت له، قال لي ما تكملش. ايه عايز ايه؟ قلت له العربيه الكاوتش يا واد مش عارف ايه، مقاس عربيتك ايه كذا. قال له هات 2 كاوتش، بدل 2 جداد ورا و2 قدام، وخلي واحده تستبن في قلت له انا معيش فلوس. قال لي ما تتكلمش، جاب لي حاجه ساقعه. قال لي انت شكلك انت هتموت، اقعد. بعد ما خلص
قلت له طب انا ما هجي لك بكره اجيب. قال لي اقسم بالله ما انت جاي غير في ميعادك. قلت له باجي كل جمعه. قال لي والله ما انت جاي غير الجمعه وهستناك يوم الجمعه الجايه. طب اكتب وسط. قال لي ولا حاجه يا عمي. قال لي بقول لك ايه، انا ناظر المدرسه اللي قدامك دي، انا الناظر بتاعها وده محلي وانا مصطفى. الدنيا بخير يا ابني، الموضوع ده حصل معايا قبل كده. قلت له طب خد اللي معايا. قال لي معقوله؟ قال لي انا مره مسافر انا ومراتي حصل كده. يعني افرض حصل هتمشي بايدك قوم قوم يلا يا دكتور. الراجل ده رجعت له ما بقتش عارف اعمل فيه ايه. فده حكايه الكاوتش، وكان اساسه مزرعه برضه. كان اساسه المزرعه. بس حضرتك بتحب تزرع بايدك؟ طبعا. انا كنت يعني انا كنا في جمعيه قوامها 10,000 فدان. بس يعني هزعلك دلوقتي، بس مش زعل، ده ربنا ده رزق ارزاق. المهم فانا كان عندي 10 فدادين زارعهم زيتون ونخل. فوصلت ان الموقع كله كنت عامل جدول شهر يناير الصيانه ترش كذا، تحط كذا، تقص كذا، تعمل كذا. شهر فبراير كانوا يجوا يصوروا مني عشان ينفذوا البروجرام. ما انا دي ما اشتغلش حاجه لما احبها، وعشان احبها لازم اعرف كل حاجه عنها. فكنت اقعد اقرا. عملت جدول كده والله. كنت اخد مهندس قال لي ايه اللي ده ما شاء الله ده، ولا انت استاذ طب ولا استاذ زراعه؟ المهم يعني طبعا انا ال10 فدانين دول بقى ايه، جه بقى في تزامنه مع المطعم مع مش، فقررت ايه ابيعهم. انا كنت واخدهم ب50,000 زمان في الثمانينات كده، وخدهم ارض صفراء. وعملت بقى شغل وبير واحد كان بير شركه بيني وبين استاذ في كليه التربيه اسمه فهمي عبد الجليل الله يمسيه بالخير. وانا بدات اعمل فيها تاني يعني بير وبتاع، وزرعتها بقت خضراء لدرجه ان اول مره اجمع زيتون بعته ب7,000 جنيه. تاني سنه العرب هناك صعب قوي، موتوا لك الزيتون يعني ما قررت انا ابيعها بقى خلاص. بعتها ب145,000. دوبت لي عربيتين. بعتها لواحد منطقه من عند العائد عندنا كده. المهم فامي ماتت، فجاني مين يعزيني؟ الدكتور فهمي جاري. المهم بقى فجي العيد بعدها، فقلت عيد عليه. يا دكتور فهمي ازيك وزي محمد وبتاع مش عارف ايه، اخبار المزرعه ايه؟ بعتها؟ لا والله لسه، دي دخلت كردون مدينه. ما شاء الله الايراد بيتباع ب125,000. خلاص مش مهم، الله يبارك. ما انا خدت الفلوس عملت بيها مصلحه. من حوالي 6 اشهر 7 اشهر لقيت واحد جايب لي ابنه، كشفته عليه. قال لي انت مش فاكرني؟ قلت له لا مش فاكرك. قال لي فاكر المزرعه بتاعتك؟ قلت له اه. هو اللي اشتراها؟ قال لي انا ابويا اللي اشتراها، او ده قاضي. قلت له والله بسم الله ما شاء. قال لي تصدق بالله يا دكتور مصطفى؟ قلت له ايه؟ قال لي احنا بندعي لك لغايه النهارده. قلت له ليه؟ قال لي اصل انا عارضينها للبيع ال10 فدادين، انا طالب 44 مليون، هي جايبه لي 40 مليون بس. قلت له ربنا يبارك لكم فيها. قال لي والله بندعي لك لغايه النهارده. شفتي بقى سبحان الله. بس انا ما بزعلش يعني ايه، دي قدر الله ما شاء فعل. يعني مش رزقك، مش رزقك، وانت فكيتي حاجه تانية يعني صح. حصل مصلحه يعني انت استفدتي برضو كده. وهي مش كل حاجه الفلوس 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 الفلوس. فانا احب الزرع وانا قاعد في بيت فيه جنينه حلوه، لان انا اتولدت في بيت فيه جنينه كبيره قوي، وكان عمي غاوي زرع فانا اتربيت عيل صغير بقى في البيت اللي هو كان بيت العيله زمان، اللي هو جدتي وجدي واولادهم الاثنين صبيان قاعدين، كل واحد قاعد متجوز واخد جناح في البيت. بيت كبير قوي كان في شبرا. فطلعت احب الزرع والورد واللاندسكيب. انا عامل لاندسكيب عندي، الناس تخش تقول لي فانا احب الزرع قوي. طب كوبايه الشاي الطيبه بقى الكشري، انت جايبه كل حاجه. ساعه المغرب ايه؟ من امتى وانت طول العمر؟ انا بعد صلاه المغرب لقيت طقوس كده يعني. ما هو برضو بالمناسبه يعني يا جماعه، يعني احنا بنعيش حياتنا ما بين اكل وشرب وشغل. طيب اديتي ايه ربنا؟ عشت مع ربنا قد ايه في ال 24 ساعه؟ عشت قد ايه معاه او لله؟ ما فيش. فانا عندي كده بعد صلاه المغرب نص ساعه ساعه، وبعد صلاه الفجر نص ساعه ساعه. يعني يا رب ربنا يا رب يتقبل، يا رب قدرني على كده يعني. وساعات لما ابقى نايم كويس اقوم اصحى قبل الفجر. المهم لان يعني ركعتين في وسط الليل خير من الدنيا وما فيها يعني. فاقعد بعد صلاه المغرب ايات قرانيه. وعلى فكره نبتني ليها لازم اقراها بنتي نرمين ما شاء الله. تقول لي يا بابا دايما السور اللي تدخل الجنه سوره ياسين وتبارك والكهف يوم الجمعه.
فانا لازم اقرا سوره تبارك الذي بيده الملك، او سوره ياسين يوم الاثنين، واقعد بقى شويه اذكار كده وبتاع، وانزل تحت الاقي ان المين عامله لي كوبايه الشاي الكشري، كوبايه معينه ومليانه الحته معينه، مش مج، اكره المج. بقى تلتين الكوبايه وشاي، انا تركيبه بعملها، مش شاي سايب، بس توليفه كده، ده على ده على ده على خلطه. لدرجه مره ست جت في العياده شايفاني باشا، قالت لي انا الشاي ده ريحته، انا ممكن اشرب شاي؟ فقلت لها حاضر. فالبنت عملت لها قالت تقول لي، فضلت ورايا محطه التركيبه بتاعت الشاي، وساعات بقى يبقى ليه كده، وساعات احط عليه قرنفل. ده شاي، ده مزاج عالي قوي. ده ما هو هي كوبايه الشاي دي مهمه قوي، لان انا من النوع اللي ما يتعشاش، يعني هي دي خلاص، وبالليل اخد العشاء كوبايه شاي، هي كوبايه شاي، وبعدين بقى لا يعني ممكن فاكهه، ممكن يعني حته ايس كريم في الصيف بس. طيب دلوقتي عايزين بقى نتكلم عن يعني الطموحات اللي كانت عند حضرتك اول ما دخلت الجامعه، وازاي اتطورت، يعني ازاي اتطورت لحد لما اخدت لقب الكبير في المجال. ربنا يخليك يا رب. بصي، انا قلت لحضرتك حسك عينك تعملي حاجه ما تحبهاش، يعني دايما اعملي اللي انت بتحبيه ونفسك فيه، هتبدعي فيه. انا دخلت الجامعه خلاص، دخلت الطب واتبسطت، هدفي ان انا اطلع استاذ في الكليه من وانا لسه في سنه، لدرجه ان انا في الطب حاجات كده لازم تروحي تاخدي فيها مساعده زي دروس مكثفه. يعني التشريح ده بندرسه في سنه اولى وثانيه، فخدت التشريح سنه اولى كلها، سنه تانية لازم هيدن نيك صعب قوي، فمثلا تاخدي فيها درس، كان درس مثلا ب 20 جنيه ولا حاجه كده، 30 جنيه، كنت اخد الدرس ولمي زمايلي اقعد ادرس لهم اللي انا خدته. والله مش عارف ايه، اذاكر حاجه تانية واقعد ادرس لهم، كنت كده اقعد ارجع لهم بتاع. وخلي بالك انا اللي بعمل الرحلات للدفعه، وانا اللي بصفر البنات والصبيان، يعني ايه، نشاط اجتماعي، العقل المدبر. نشاط اجتماعي والله. في بكالوريوس عملنا رحله الاقصر واسوان، كان معايا 140 ولد وبنت وصطاف من الاساتذه، ناس افاضل، اساتذه دكتور خليل الديواني والدكتور مختار جمعه الله يرحمه، اساتذه كبيره، وعمر الجعلي ونسا. وطلعنا رجعنا، انا فوجئت لقيت العميد بينتهي لي بيقول لي محافظ الاقصر باعتين جواب شكر لمجموعه من جامعه الازهر باسم واحد اسمه مصطفى ابو زيد، انه كان عامل الرحله. فانا داخل انا مش زي ما بيقولوا نيرد، لا، بس انا من النوع اللي هو ايه، لما يحب حاجه يعملها باتقان. يعني هلبس البس مش عارف ايه، هاكل اخش باتقان، فاذاكر باتقان، وادرس باتقان، واعمل محاضراتي باتقان. فبقيت استاذ، طلعت فتعينت التاسع الدفعه، خدت نيابتي، نزلت لي على طول معيد، بقيت استاذ مساعد، سوري مدرس مساعد، دكتوراه مدرس. بس الاساس هو ان الانسان يتقن الشيء اللي بيعمله. بتجد سعادتك في اسعاد الاخرين، انا ده اللي انا شايفاه طول البودكاست. هو دي الحقيقه، انا بتبسط لما الناس تبقى مبسوطه، تبسط الناس هتبقى مبسوطه، وده هدفي في اي حاجه، اي مناسبه، اي حاجه، يعني انك انت تشوفي الناس مبسوطه. يعني في رمضان مثلا لازم انا الم العيله كلها، عيله مراتي اخواتها وعائلات ولادي وبتاع، ونقعد ابقى عيني على عينيهم، هم مبسوطين ولا لا. اهم حاجه الناس تبقى مبسوطه، لو مبسوطين خلاص دكتور مصطفى مبسوط، ما هيدعوا لك. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ هو الفلوس هتجيب دعاوي؟ لا. طب بما ان احنا رجعنا تاني للاسره، انت شايف الحب مهم قد ايه في العلاقه الزوجيه؟ الحب اساس نجاح اي علاقه زوجيه، والحب يعني عطاء يا جماعه، عطاء وتضحيه. يعني الحب بقى مش عارف ايه ده مش مهم؟ لا مهم، مش مهمة؟ لا 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 لا، بس مش بإفراط، مش هي الأساس. الأساس لازم يبقى فيه احترام للطرفين، الناس تحترم بعض، وأنا مراتي ست محترمة جدا، بتحترمني جدا، وأنا أخاف أزعلها جدا، وخلاص بقى يعني إيه، أنا عرفت إيه اللي يضايقها وإيه اللي يضايقني، فمش قدام الناس، لا، بيننا وبين بعض، أنت عملت كذا، طب أنا آسف، خلاص قررت مرة واتنين ما نعملهاش تاني. احترمها بتحترمني، بتخاف على زعلي بخاف على زعلها، بشوف ايه اللي يرضيها وايه اللي يرضيني.
دي هي قمة هو ده الحب. الحب عطاء، الحب عطاء، مش وتبادل مشاعر، واخد بالك ازاي؟ وحب الاولاد برضو عطاء، وحب الام عطاء. عندي فضول اعرف نصحت بناتك بايه قبل ما يتجوزوا؟ قبل ما يتجوزوا يعني يوم الفرح كده او يوم كتب الكتاب اكيد بتعمل لي مشكله، تصدقي النصيحه دي. لان ساعات يقول لي مش انت اللي قلت له كده. اول واحد اقول له خلي بالك امك اهم من مراتك. ده نصيحه للزوج. والله ده للزوج. فالناس بيقدروا هذا، لذلك انا بقول لك هم جواز بناتي كلهم ولادي. البنات كنت اقول لهم دايما خلوا ليكي حق عنده اجيبهولك، ما تجيبيش الحق على ليكي. ما انت بقى هيرد طب ايه جايباني ليه؟ ايه الحق اللي انا هجيبهولك منه؟ انتوا ناس متربيين وهم عارفين وهم اصحابي، واللي نفسهم فيه بعمله لهم، وجوازهم كان ما شاء الله واخد بالك. فالكلمه اللي كنت اقول لهم بص اعملوا حسابي في عدم وجودي، ده بناتي انا مربيهم على كده، حتى ابني اعملوا حسابي وكرامتي وانا مش معاكم اكتر من وانا معاكم، يعني في غيابي دايما اعملوا حسابكم لا ازعل منكم، اعملوا حسابكم ان انا يعني اتضايق. فهم بيحبوني فيخافوا، ويحبوا مامتهم قوي قوي قوي، فيخافوا يزعلوني. ومع جوازتهم طيب خلوا لي وبعدين كل واحده اتجوزت اللي هي عايزاها، اللي هي يعني انا اولادي طبعا ما شاء الله قرآن وحديث وصلاة وصوم وأوامر ربنا دي. عندي المحجبة وعندي مش محجبة، إنما ما بضغطش عليهم في حاجة، لأن عارف هم هياخدوا القرار الصح. بس فيعني مشاكل المتجوزين زمان اختلفت عن دلوقتي، يعني حضرتك بتبص لمشاكلهم كده وتقولي يا كانش عندنا المشاكل دي. أنا كنت دايما معود أنا ومراتي متفقين على حاجة، مشاكلنا وخناقاتنا ما تتعديش البلاطه اللي احنا واقفين عليها، المربع اللي احنا واقفين عليه، يعني تخلص في ساعتها. ومراتي كانت كده. انا بصي لما كنت ازعل عيل ما نامش، انا لما ازعل حد ما نامش، فانا من النوع اللي هو يترمينيت على طول مشاكله في ساعتها، لان هحمل نفسي وابقى عصبي وابقى متضايق، وممكن بيني وبين نفسي دموعي تنزل، ابقى حزين قوي، يعني بزعل من جوايا قلبي ان انا حد زعل مني. فمعود مراتي مشاكلنا ما تطلعش بره المكان اللي احنا فيه. ولادنا يعني حتى ساعات كده لما تبص ده ايه الصوت يعلى يستغربوا ايه ده، واخد بالك ازاي؟ ودايما البنات مع امهم، يعني خلي بالك. بصي ما فيش بيت من غير مشاكل، بس زي المرض، في مرض بيعدي وفي مرض مالجننت، في اعوذ بالله من السرطان. المشاكل في مشاكل سرطانيه بتؤدي في النهايه الى خراب، وفي مشاكل عاديه الحياتيه دي بسيطه لازم نفوتها. لازم حد يبقى يعني دايما حد يبقى دماغه كبيره. حضرتك شايف المشاكل اليومين دول اصعب من زمان بكتير؟ اصعب ليه؟ متطلبات الحياه زادت قوي 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 قوي، والضغوط بتاعت الحياه زادت قوي. بالرغم من انا بقول لك زمان كان الجنيه غالي والحاجه رخيصه، النهارده الجنيه رخيص والحاجه غاليه. ده عايز بيت في مصيف، ده عايز بيت في العين السخنه، ده عايز شقه، ده عايز فيلا، ده عايز عربيه، ده عايز يغير عربيه، ده عايز يلبس، ده يا خبر ابيض يا جدعان. قولي لنا انا قبضت كام اول ما اشتغلت دكتور؟ كام يا دكتور؟ 12 جنيه ونص. 12 جنيه ونص. وكان ايامها وزير الصحه جه بعد كده الدكتور الله يرحمه الدكتور محفوظ، فجانا بيزوروا المستشفى بتاع راحوا، كان ايامها السادات، فرفعوا المرتبات من 12 بقينا 15 جنيه. فكنت اخد 5 جنيه اديها لامي، و5 جنيه ليا، و5 جنيه احوشها مع حماتي. انا خطبت وانا في بكالوريوس، ما انا نسيت اقول لك انا من النوع اللي هو ملتزم. عشان كده والدتك ما كانتش موافقه، ما كملناش الحته دي بدري. ازاي يا منعم اخوها، ازاي انت خدت؟ وكان عمها بقى اللي هو حما ده كان الله يرحمه جدي اسمه محروس صابر، ده كان راجل من رجال الثوره، يعني الاحرار اللي هم راحوا حرب في ايام 48 ايام الملك. فخدت امي وخدت
جوز اختي وخالي ومرات خالي، ورحنا قرينا الفاتحه. واخد بالك؟ هي شافتهم بقى حبيتهم. فكنت احوش بقى ايه، ال5 جنيه دي نفعت في ان انت تجهز نفسك؟ طبعا. واو، انا حوشت النهارده 150 جنيه مع حماتي. بس يا حماية الله يرحمه كان راجل فاضل جدا جدا، الله يرحمه. الله يرحمه. جه قال لي خد فلوسك، وجبت بيها بقى ايه، جهزت الكهرباء، جبت التلاجة والبوتاجاز والسخان وكانت الشقق بخلوه. فنهاريها هو انا ما انا ابنه اخو مراتي، احنا زمايل، فخد لنا شقتين في بيت واحد احنا فوق بعض. كان خلو، مش فاكر خلو رجل ايه كان ايامها. وقال انا بس انت هات حاجتك بالكلام الفارغ اللي انت بتفهم يعني مش كده. لا، هو كان راجل فاضل قوي قوي قوي. لان انا فاكر نهاريها لما رحت قبل ما اروح بقى، قبل ما اروح البيت ابعت يعني، هي مرات خالي راحت اكتشفت البيت خلاص. فانا رحت بقى ايه اخد ميعاد عشان اكلم باباها بقى. فرحت قلت له بص انا مش عارف بقى، قلت له بص انا من تحت الصفر والله كده. قال لي ايه يا دكتور تحت الصفر ازاي؟ وكان تاجر كبير قوي يعني، بتوع مطاعم الزمالك. كان بيسموه شامبين كلاب زمان، بتاع فول وطعميه، اول مطاعم تبقى مكيفه. وهو كان باشا زي ابو وهاب بيلبس النظارات قال لي جرى ايه؟ انا بدات حياتي يا ابني من الصفر. انا بدات حياتي ما فيش، انت راجل بادئ حياتك دكتور، اهلا وسهلا بيك، بس اهم حاجه الوالده تبقى موجوده معاك. فبدا بقى دور ان تحايل على امي بقى علشان ايه تروح معانا. ومن ساعتها والحمد لله والله يعني الحمد لله كانت راضيه ومبسوطه وكل حاجه يعني. انت رجل اسرار يا دكتور، عندك اسرار كتير. انا ماليش سر، انما اسرار الناس معايا كتير. يعني سيكريت كيبر. قلت له على حاجه. بس ساعات لما بيبقى اي حاجه حلوه يعني مره مثلا ايه مش عارف هيعملوا عيد ميلاد لمين من ولادي او جوز بنتي او حاجه، فجايبين له تورتايه. بابي خلاص ما تجيبش سيره، ده مفاجاه هنجيب مش عارف ايه. فدخل كل سنه وانت طيب هات التورتايه انما لا، لما حد يأتمنى على سر انا انسان واضح جدا، انا كتاب مفتوح، حتى زمايلي يقولوا لي كده. يعني انا ما فيش اخبي ايه. دي حاجه مريحه قوي اكتر من الغموض بقى يعني. لا ما احبش الانسان الغامض يعني، ما على ايه مش مستاهل. مش الدنيا والله يا اي حاجه بسيطه. بصي احنا في زمن دلوقتي محتاج الطبطبه والصراحه، واللي يقدر يساعد الناس يساعدهم يا جماعه ان شاء الله، مش قادر بكلمه حلوه صح، بابتسامه، ده الابتسام في وجه اخيك صدقه صح. انما العبوس والتكشير ايه لازمته؟ اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. احنا في زمن صعب. بس ازاي حضرتك بتقدر توازن ما بين ده وما بين الشخصيه القياديه الحازمه المعلم؟ طب ما انت الناس عشان تسمع كلامك لازم تحبك، وده تمن حبهم ليكي، انك تبقي بسيطه وكويسه وتحبك. بس مش في ناس بتاخد ده فور جرانتد او يعني انا ما بقولكيش ده حاجه 100% قطعا في ليكي قطعا يعني. وانا دلوقتي انا اقول لك على حاجه يعني انا قررت، بس ما بلاش، المهم احد المراكز اللي امسكها انا خلاص مش هقدر ادي اكتر من كده بقى، وقررت ان شاء الله ان اعتزل هذا الموضوع، لاني لقيت في ناس بتحاربك وانت لا عايزه منهم حاجه ولا انا عايز منهم حاجه. يعني مفيش بينا غير كل ود واحترام وحب و فيعني بصي بس انا عندي مبدأ مهم قوي. ادي فرصه للشباب، واعملي وراكي دايما جيل تاني وجيل تالت، اعملي اجيال، لان الدنيا مستمره. لازم العلم يتورث طبعا، العلم والنشاط الاجتماعي والحياه. علمي الناس، اعملي اجيال. بس فيعني وحضرتك عملت يعني اي هوب سو، الحمد لله رب العالمين. يعني انت عارفه انا بقالي دكتور جلديه 52 سنه ما شاء الله في الجامعه، فيعني 100% بقى في. بس بيسعدني قوي 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 ناس مثلا كنت انا مشرف على رساله الدكتوراه بتاعتهم من 10 15 سنه، وبص الاقيه بيعيد عليا انا نسيه. يا سلام على دي قمه السعاده تبقى عند الواحد، ان الناس بتفتكرك، ان لما واحد يقول لك ده الدكتور مصطفى علمني، ده الدكتور مصطفى قال لي تعالى اعمل كذا في مش عارف فين،
ده الدكتور مصطفى دي في حد ذاتها. وبعدين ده كله ما بيهمنيش، انا يهمني اعلم علم ينفع العيانين. لذلك معظم محاضراتي اللي هي يعني مره احنا قاعدين بنتكلم، استاذ من الاساتذه المشهور قوي كبار قال لي يا مصطفى ده انت خبرتك كده بتديها ببلاش للناس وهي قاعده؟ قلت طب ومالي، عادي، ما هو اتخلقنا عشان ندي خبرتنا للبني ادمين للبشر، واخد بالك ازاي؟ فانا حتى معظم محاضراتي اللي هو كلينيكال ساينس، العيان جالك في العياده بصيتي على كذا عملت كذا يبقى تدي له كذا، طب لما تدي كذا خلي بالك من كذا، حتى دايما سلسله فروم ماي لايبراري. ما عندي مثلا بتاع 850 شريحه امراض الجلد المختلفه، في الارتكاريا وفي حب الشباب وفي تساقط الشعر، في الحاجات اللي هي الكومن يعني. طيب احنا عايزين حضرتك تحكي لنا كده عن الدكتوراه، شهاده الدكتوراه، هل ليها قصه عند حضرتك؟ طبعا طبعا. بصي الدكتوراه في الطب غير الدكتوراه في اي علوم اخرى. يعني دكتوراه هندسه هو دكتوراه هندسه وخلاص، رساله ويخلص، الاداب رساله ويخلص. احنا عندنا في الطب في العلوم الاكلينيكيه الجلديه والبطنه انك بتعملي رساله وبعدين تمتحني. فانا اول ما سجلت الدكتوراه بتاعتي سنه تقريبا 75 76، كان ايامها البلهارسيا موضوع الساعه، فكنا بقى اجيب دوده البلهارسيا، ومشروع كان عندنا في الازهر واربيها واخد السركاريا واعمل انتيجين، وكان الاميونولوجي علم المناعه لسه جديد، وتموت. قعدت سنتين، فجي استاذي الله يرحمه حسن عبد العال والله يرحمه احمد عبد الحفيظ سليمان اللي هم المشرفين على رسالتي، قال لك نغير الموضوع. خلاص قعدت سنتين. انا اتاخرت في الدكتوراه بس ما اتاخرتش، يعني اي واحد بياخد الدكتوراه بيقعد يمتحن يخش 5 6 7 مرات 10 مرات، انا نجحت من اول مره بس اتاخرت. ليه اتاخرت؟ جينا بقى هنغير الموضوع، وده من الناس اللي علموني الالتزام في حياتي. فمره احنا كان الميتنج بتاعنا استاذنا حسن عبد العال رئيس القسم والاساتذه كلها يوم الثلاث انا ساكن مهندسين واخد عربيتي ومعدي بعدي الاسعاف علشان اروح مستشفى الحسين الجامعي، فشارع الجلاء مقفول عشان خوان كارلوس ملك اسبانيا مروح المطار وهو كان في الماريوت فمعدي فوقفنا. فدخلت المحاضره بعد استاذي ما دخل، فهو كان راجل عارفه طلة جمال عبد الناصر اللي هو منظره صعيدي الله يرحمه، علمني حاجات كتير قوي. هبه قال لي انت الساعه كام؟ قلت له انا اسف بيه. قال لي امشي اطلع بره ما تحضرليش تاني خالص ولا بس المره دي يا بيه؟ قال لي ما تحضرليش، وانا عايز اغير الموضوع، موضوع الدكتوراه انا بقالي سنتين وزمايلي. قعدت 8 اشهر اجي اخش يقول لي اطلع بره، لما تحترم تيجي قبل استاذك. كان راجل فاضل. وبعدين مره دخلت قلت له لا انا هحضر، ونهاريها كان من اخواتي الكبار يعني الدكتور هاني التونسي، فجاء قال له يا دكتور حسن، هو كان اقدم مني، هو مدرس مساعد قديم يعني او مدرس، قال له خلاص يا دكتور حسن بقى خلاص، وحضني وانا عيطت بكيت. فقال لي خلاص يلا روح غير الموضوع. غيرنا الموضوع، قعدنا اشتغلنا الحمد لله، خلصت. كان على الجزام وكنا بنتعب، يعني تخيل انت اروح بالعربيه مستعمره الجزام، واخد معايا بقى ادويه وفلوس وبتاع عشان العيان، اخد منه العينه، استاذنه واخد العينه واروح في المعمل اقعد اشتغل للساعه 8. المهم جينا خلصت الدكتوراه، جينا في المناقشه هو حسن عبد العال ودكتوره كوكا سعدين والله يرحمه الدكتور الكومي من القصر يعني. وقعدت بقى وتصورت والحكايه والروايه بتاع، وبعدين خلصت. فقال لا قال لا ده يستنى شويه، مفيش مناقشه، انا مش قابل المناقشه. هو نفس الدكتور، هو المشرف الرئيسي بس كان راجل. فالتانيين ايه يا دكتور حسن ازاي ده الولد عامل شغل بتاع 3 4 رسائل وبتاع، مش قال لهم يعني ايه يعني اقبلها؟ قال له طب انت اقبلها. كان ينتزع الموافقه بفخر من الناس. فده كانت لحظه من اللحظات، عارفه ازاي؟ يعني هو كان قاصد ان هو يخليهم يعني يتمسكوا بان حضرتك تاخد الدكتوراه يعني رماكي في الارض وبعدين فدي كان الحصول على الدكتوراه دي يعني الدكتوراه. انت في ايه تاني اكتر من الدكتوراه في دي؟ لان احنا على فكره
كان قبلها البكالوريوس وكان قبلها دبلومه او دبلومتين، ما فيش ماجستير، فدي الدكتوراه. فالدكتوراه دي كانت طبعا درجه علميه بالنسبه لنا. مين اكتر دكتور درس لحضرتك واثر فيك؟ اللي اثر فيا استاذي ومعلمي وابويا وحبيبي حسن عبد العال، الله يرحمه. ربنا يرحمه. الله يرحمه. يعني ليه واحد كان اسمه الله يرحمه برضه الدكتور عز الدين حسن مصطفى. دول الناس اللي هي اتعلمنا منهم كتير قوي واثروا، يعني الالتزام والقراءه وازاي تناول الموضوع والجديه الله يرحمه حسن عبد العال والدكتور عز، الله يرحمه. طيب 19 ابريل 2021 ده كان يوم مؤثر جدا جدا في حياه حضرتك. ده كان صعب قوي قوي. قدرت تتجاوزه ازاي؟ يعني انه واضح من كلامك كمان ان انتوا كنتوا مرتبطين جدا. لا ده خلي بالك، هو كان اخويا الصغير، انا بيني وبينه 4 يعني سوري بيني وبينه 3، بس هو كان ظهري، كان سند. هو كان ولد محترم، الله يرحمه. ربنا يرحمه. الله يرحمه. اللي هو حسين، كنا بنقول له يا صبري. هو اتولد بعد ما ابويا مات، انا اسمي مصطفى حسين ابو زيد، فامي سلمته حسنين، انا بقى اسمه حسنين ابو زيد. وكان اسم من اسامي هو كان سيتي ديزاينر، هو بتاع تخطيط مدن، وعمل مدرسه قويه قوي، وكان تلامذته ناس كتيره قوي، وزراء يعني المهم. وفجاه في ايام كورونا يا صبري يا حبيبي، ورايا شغل عامل ايه، ويروح ويجي، وانا في الشيخ زايد، وانا شفته قبل ما يموت باسبوع، مش قبل ما يموت، قبل ما يعيا يعني. كان عندي بس يا ابني، يقول لي يا عم خليها على الله. فجاه كلمه قال لي انا جالي كورونا، هو ومراته ست فاضله خفت الحمد لله، وهو دخل. ده بقينا نقول ايه، ربنا يتولى بقى، لانه ما ينفعش انسان في اوج مجد ونشاطه فجاه يبقى ماشي على كرسي او عايز اللي يدخله التواليت. فربنا تذكره. كان هو في ابريل، وكان يوم 4 رمضان، وهو كان ولد كويس قوي، الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويعوض على اولاده. يعني من الحاجات اللي اثرت في حياتي قوي 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 قوي. يعني هو كان سند وصديق واخ، واخويا التاني في انجلترا، يعني ما مش جنبي. فهو كان وسرنا مع بعض، واخد منه ياخد مني، واديله ويديني، يعني عارفه لغايه اخر لحظه. يعني بتقول لنفسك يا دكتور عشان تتجاوز الحزن؟ يعني اكيد برضو ساعه وفاه والده حضرتك الموضوع برضو كان قاسي جدا. اثر فيا قوي قوي. بس خدي بالك، انا كنت دايما امي قبل ما تموت هي مصره تقعد لوحدها، وهي كانت من النوع النظيف قوي، ولازم السجاد في كل حته، وكان اوضه النوم بعيده عن التواليت، بيوت زمان. فكنت بخاف، وهي كان حبيبتي بقى حاجه و80 سنه، تمشي تتكعبل في سجاده. ومن مبادئ دايما الكير بتاع الناس الايدجنج انك تشيل السجاد من الارض. لا، فكنت اخاف اقول يكلموني اروح الاقيها واقعه، او حد، ما هو دي ام الدكاتره وبتاع بقى المنطقه، واحنا من بولاق ابو العلا، حد يخش وعارفين انها، بس هي كانت ست يعني خيرها. المهم، فالحمد لله ماتت على سريرها، الحمد لله. وبعد ما أدت رسالتها، واخد بالك ازاي، وكلنا في بيوتنا واحنا اللي شلناها، واحفادها شالوها. بخلاف بقى ده بتعدي الحزن ازاي؟ يعني بتقول لنفسك ايه عشان تقدر تتجاوز؟ بالدعاء بدعو، وانا متاكد ان هم بيبقوا في مكان احسن من اللي احنا فيه ده، فبيصبرني. ليه؟ لان انا عارف هم عملوا ايه، وعارف اسرارهم. مطمن، والله العظيم مطمن عليهم. اقول لك على حاجه، واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، طبعا بعد ما مات فكنا بروح القبر. انا مره فتحت القبر، الواد السواق معايا قال لي دكتور مصطفى، انت شامم الريحه؟ والله العظيم ريحه مسك. ده بعد ما مات هو، الله يرحمه مصطفى. ربنا يرحمه يا رب. انا مش انا بقى حلف يمين يعني. فهو انا مطمن، فده يصبرنا. صح. ما انت عشان تعدي الحزن تاكدي ان ربنا يعني رؤوف رحيم، هيرحم الناس. وبعدين يا ستي لا في الجنه ونعمه ان شاء الله. ده ربنا قال كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفي قلبه ذره من الايمان دخل الجنه. فما بالك دي ناس مليانه ايمان، وعطاؤه كان سخي جدا جدا جدا، خير جدا جدا جدا، بار بقاله جدا جدا جدا. ليه رأي وحيثية وقوة.
كان امين صندوق العشوائيات، من الناس اللي بداوا في تطوير الاحياء، حديقه الازهر، مش عارف في الدرب الاحمر فين، يعني عاصر ايامها. وكان ايام حسني مبارك، كان حسني مبارك شايله للمشاكل معينه، يعني كانوا بينتدبوه لحاجات معينه يعني. كان يحكي لي وبتاع، فيعني الله يرحمه. هو ربنا يرحمه. الحمد لله. أغسطس 2007 لحظة الخروج على المعاش. على المعاش كان، بصي انا يعني انت فرحانه عشان تخرجي على المعاش، ولا انت ده يوم عادي من حياتك لانك حياتك مستمره؟ انا فاكره ليه؟ لان نهاريها اخواتي وجوز اخواتي كان ولادي لسه ما حدش اتجوز منهم. لقيتهم عاملين لي عشاء في الماريوت، وجايبين لك واحد هديه وبتاع، وخلاص تاني يوم خلاص حياتي عادي، بروح كليه عادي. انا بس انا بعيد عن المناصب الاداريه، لان انت لما تطلعي على المعاش بنسمينا استاذ غير متفرغ. انا طلعت انا رئيس الاقسام، ورئيس الاقسام ده كليات كتيره، يعني جامعه الازهر دي في كل حته. واحنا اول ناس في الجامعه في امراض تخصص امراض الجلديه والتنفسيه في الجامعات المصريه، ان احنا اللي ينجح، لان الامتحانات صعبه، اللي ينجح تحريري يخش الشفوي مرتين ثلاثه. هو كان ينجح التحريري يسقط شفوي يسقط، فان لا كان يخش. واخد بالك ازاي؟ فهي امتحانات صعبه كانت، وكنترول انك تحط الاسئله والامتحانات في وسط اساتذه افاضل كبار. يعني لا بتعدي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب في كم كلمة كده ممكن يعني ناخد منهم تعريف بسيط من حضرتك؟ اتفضلي. على معانيهم. حضرتك اتكلمت عن العطاء، بس ممكن تلخصه لنا في جملة؟ العطاء دايما اقنعي نفسك انك مش محتاجه حاجه والناس هي اللي محتاجه، اديهم اللي معاكي، ما تبخليش في اللي معاكي في اي حاجه بقى. في مشاعر، انت مليانه مشاعر. فلوس، انت غنيه، فاللي معاكي ده بقى يعني ما تستفادي منه. يعني عندك لبس ده عليك، ما تدي للناس تدعي لك. عطاء. العطاء عطاء. العطاء عطاء بالطريقه اللي تخلي الناس انها بتحس في عينيهم انهم بيدعوا لك بعينيكي، مش ببقهم، لان الكلام اسهل. امتنان بالنظره من العينين بيبان. طيب العلم انا بقرر دايما اللي قاله طه حسين: العلم كالماء والهواء. ما ينفعش نعيش من غير علم ونقرا، ما ينفعش العلم والمعرفه. واكبر كتاب تعرفيه واكتر حاجه تفسير القران يا جماعه. طبعا، لانه في كل حاجه. القران ده ما شاء الله، ما شاء الحمد الله. لله. المال فاني. المال مش قاعد، زايل، وسيله من الوسائل، وسيله في الايام الحاليه مهمه، وسيله مهمه للمعيشه، عشان تعيشي قدام الناس كويسه. انما مش هو كل حاجه طبعا، مش هو اللي هيسعدك، مش هو اللي هيخليك تنامي وانت حاسه ان ما ظلمتيش حد، ما ضايقتيش حد. المال وسيله، بس في وسائل تانية برضو مهمه قوي قوي قوي. الامان في الوطن. الوطن يا جماعه، الامان يعني وطن ودين، عقيده. يعني الامان عقيده ووطن وعقيده. وعلى فكره انا احب ان اقول حاجه يعني بس مهمه قوي. انا بشبه يعني اي عقيده في الدنيا بقى، مسلمه، مسيحيه، بوذيه، هندوسيه، مش عارف، اخوان وحشين، اخوان العقيده كفه ميزان، كفتين ميزان. الكفه الاولى علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. انا بكذب، انا بسرق، انا بصوم، انا بزني، وحد عارف؟ ما بيني وبين ربنا. ومين اللي هيحاسبنا؟ عليها؟ ربنا. وعلاقتي مع الله، علاقتي مع الاخر، مع حضرتك، في شغلي، مع زمايلي، مع مراتي، مع السلوكيات صح. ولا يمكن كفه العقيده بتاعت الايمان مع الله بينك وبين ربنا عمار تبقى كده ولا كده. لازم الاثنين يمشوا مع بعض، صح، كفتين ميزان. لو حضرتك صادق في ده فده هيمشي زي الفل. بس هو ده على فكره مفتاح الراحه في الحياه وحب الناس. القناعه بتشوفها ازاي؟ القناعه كنز لا يفنى. القناعه: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما اعطيتني والحقني بالصالحين. القناعه هي هدوء نفسي، الرضا، القناعه.
دايما لما تبقي مقتنعه وراضيه، ما هو قناعه رضا، والرضا قناعه، تحسي بهدوء نفسي جامد قوي، تبقى مش عايز حاجه. انا الحمد لله، ما هو نصيبي، هو ده حقي في الدنيا، هو ده اللي ربنا عايز يدهوني. المسؤولية حضرتك يعني واجبة. إنسان بدون مسؤولية هوى ما يعيش. لازم يبقى الإنسان في رقبته مسؤولية، ومش مسؤولية واحدة، مسؤوليات كتير، ويبقى قادر على تحملها، ويبقى عارف ايه اللي يحلها ازاي، ووقت اللزوم امتى يرخي امتى يسد. المسؤولية دي هي فن الحياة. حضرتك ازاي بتجمع ما بين المسؤولية وما بين ان حضرتك ريسك تيكر ومغامر؟ ما هو دي من الحاجات اللي انك دايما، انا من النوع اللي هو خدي بالك اتعودت حاجة، انا على فكرة سريع في اتخاذ القرار، بس ببقى ادرسه بسرعة. يعني دماغي على طول تبص تلاقيه لف واداكي لا ده صح ده غلط، واخد بالك ازاي؟ فهو خبرتك في الحياة وتعدد، يعني اقول لك على حاجه، انا لا يعني انا بقى خطبت زي ما قلت لك وانا باخد 15 جنيه، ما انا عايز برضو اجيب هديه بتاع، فكنت اروح ممكن، ما انا لسه امتياز مش من حق اشتغل، فكنت اروح اشتغل عند جوز خالتي عشان مثلا اخد لي في الشهر مثلا جنب ال 15 جنيه 10 جنيه تاني بتاع، واخد بالك، ادلع بيهم بقى خطيبتي وبتاع مش عارف ايه، فيعني عامل حساب كل حاجه، وبعدين فتحت عياده وانا في امتياز، وكان كشفي كنا فتحناه احنا 3 اساتذه افاضل، 2 ماتوا، كان كشفنا 15 قرش. وانا مره ببص ورق لقيت كان معايا مصاريف العياده، ورق مكتوب فيه ايه؟ ميكروكروم 3 تعريفه. انت تعرفيش التعريفه؟ لا ما وعاش عليها انا. القرش الجنيه 100 قرش، والقرش تعريف 2 تعريفه، كيس القطن ب5 تعريفه. يعني كان زمن طيب، كان زمن طيب كان زمن جميل كان زمن جميل. تروحي معاكي من العياده في جيبك ما انت الكشف بقى يعني انا لما كشف بقى غالي قوي قوي لما خدت الدكتوراه، فخليته بجنيه في ده في بولاق. بعد كده سافرت 82 مكة، أحلى سنين عمري، ورجعت بقى العيادة يعني بقى بجنيه ونص بتاع مش عارف ايه، وفتحت عيادة المهندسين بقى 8 جنيه ده أول مكان. الحمد لله. الحمد لله. طيب ايه أكبر تحدي واجهته في مشوارك في مسيرتك المهنية كلها؟ في وقت من الأوقات أنا مغير ركبي الاتنين. ألف سلامة. أنا كان عندي خشونة في الركبة من وأنا صغير قوي، يعني مشاكل، وكان الغضاريف تتآكل، وانت الدكتور مجهود وجري وبراح وجاي أستاذ في الجامعة. فمن وقت من الأوقات حسيت إن أنا مش عارف أمشي، ولسه في مقتبل العمر يعني. فالمهم كان ده تحدي إن أنا يعني أجي وأعمل علاج طبيعي وأنزل ما أقعدش جنب المرض. لو كنت قعدت كان هتبقى المشكلة صعبة قوي. تعديت هذه المشكلة وتخطيتها ومشيت في حياتي، وغيرت ركبي لما بقيت 60، سمعت كلام الدكاترة وخلاص بقيت كويس قوي. المنصب الأقرب لقلبك؟ المنصب الأقرب لقلبي، حضرتك يعني تقلدت مناصب كتير قوي، رئيس الجمعية واستشاري والمجلد مش عارف ايه، ان انا اب. الله. اب ده منصب، اب مهم قوي لا يعادله اي منصب. وساعات ناس كتير قوي يعني ربنا يرزق كل الناس ان انا اب. ده بصي يعني الاسره عندي دي، وانا اعني بالاسره ولادي ومراتي والدواير، ما هي دواير صح، دي عندي شيء. هو ده فرحتي، وهو ده بيزعلوني، وده لما ازعل اي حاجه تانية. بصي انا دايما اقول للناس ايه، مشاكل الدنيا الحياه حطها في كيس واربطه على باب البيت قبل ما تخش، خلاص انا ما فيش. والمناصب زائله، هو حسني مبارك فين ولا السادات فين؟ ما هو ده مناصب، واخد بالك. انما انا المنصب ده هيخلدني في التاريخ، هيقول ده كان استاذ، ده كان رئيس، ده كان. انما المنصب اللي هيعيش معاكي طول عمرك ان انا ابقى اب، يدعوا لك دايما ويتباهوا بيكي ويحكوا حكايتك مع اولادهم ولادهم.
ايه حكاية البرواز اللي عليه قسم الجلدية اللي متعلق في المكتب؟ ده انا بحترم قوي قسم الجلديه، واحترم ان انا لازم احترم اساتذتي وزملائي. قسم ابو قراط ان انا احترم العيان بتاعي وما فيش سره. عارفه احنا قلت لحضرتك عقم. انا لو جت مرات واحد وعايز تعرف حاجه ما برضاش اديه سر، او لا بصي هو يقول. يعني انك تحتفظي بسر المريض بتاعك ده مهم جدا، انك تساعدي اساتذتك واولادهم. ده مضمون من قسم ابو قراط، انك تحترم العيان بتاعك. العيان بتاعك ده مش بنك هتمدي ايديك تاخدي منه، لا. العيان بتاعك ده جاي في محنه، ده جاي في مشكله، حلها له. اداكي ما اداكيش خلاص بقى ربنا هيديكي. دور الجمعية المصرية للجلدية والتناسلية في خدمة المجتمع المصري. بصي حضرتك، احنا الجمعية المصرية للجلدية والتناسلية هي احدى الشعب المؤسسة للجمعية الطبية المصرية من سنة تقريبا 1944، وتعاقب عليها اساتذة، وكان رئيس الجمعية الاستاذ الدكتور زهار اللي احقاب كثيرة، والدكتور علي عبد الفتاح، وده اساتذتنا كبار. وبعدين انا ماسك الجمعية يعني من سنة حاجة و90 تقريبا. دخلت مجلس إدارة، كنت أمين الصندوق، بعدين بقيت أمين سكرتير الجمعية. وفي 2003 فجأة كده حصل مشاكل، فالجمعية اتفكت. اتعملت جمعيتنا بقى هي برضو استمرار ليها، وكان ظواهري موجود. وقال لي نهارية يا مصطفى، أنت وعبد الرحيم عبد الله سيار أمور الجمعية من الجمعية الطبية المصرية للعناية جواب. والحمد لله احنا الجمعية هي الجهة الوحيدة التي تشرف على المستوى العلمي وتنمية المستوى العلمي للتخصص في جوه البلد. واحنا الجمعية بتاعتنا شعبة مؤسسة للجمعية الطبية المصرية، والجمعية الطبية المصرية دي أحد اللي هي الانترناشونال ليج بتاع العالم كله. يعني الجمعية الطبية المصرية قوية، والجمعية المصرية للأمراض الجلدية قوية الحمد لله. فأنا حافظت عليها لغاية النهاردة الحقيقة يعني. وده كان تحدي تاني بقى في مجال العمل، انك تستمري بهذه الجمعية حتى تاريخنا ده. احنا عندنا مؤتمرنا 56 ان شاء الله في النص الثاني من فبراير، وهو هيبقى في الماريوت ان شاء الله، بيبقى يومين. بنعرض الجديد فيه، والحمد لله مجلتنا التابعة للجمعية هي الجورنال اوف ايجيبشن جورنال اوف ديرماتولوجي فينيرولوجي. التقييم بتاعه 7.5. يعني ايه 7.5؟ ده كان 4.5 لما انا مسكت. انا مدير التحرير بتاع الجورنال، ورئيس التحرير الاستاذ الدكتور حسين حسب النبي. رفعنا ل 7.5 في الترقيه. يعني انت علشان خاطر تترقي من مدرس لاستاذ مساعد، من استاذ مساعد لاستاذ، لازم يبقى عندك نشر ابحاث معينه. انت نشرها فين؟ نشرها في الصحيفه صفرة كده ولا لا، في مجلات عالميه. ففي اعلى مجله النيتشر دي 10 واخد بالك، او 9.5 تقريبا. في مجلات تانية، في حاجه اسمها الاوروبيان اكتف مثلا، هي بتبقى 7.5، احنا 7.5 كانت 4.5. فده نشاط الجمعيه، واتمنى ان اللي يجوا بعدينا يحافظوا عليه يعني ان شاء الله. لو هتوجه رساله لطلبه في كليه الطب تحديدا اللي هيدخلوا تخصص الجلديه، هتقول لهم ايه؟ اقول له اوعى تكون داخل عشان خاطر تلم فلوس، ما تجريش ورا القرش. خش وادرس وخلي القرش يجري وراك، مش هتلاحق. حسك عينك يا دكتور تجري ورا القرش، اي تخصص بقى، سيب القرش يجري وراك. يجري ورا ازاي يا دكتور؟ يعني كل ما هينجح هو فلوس هتجيله. يبقى عنده ضمير ويشتغل على نفسه. انا مش بشتغل عشان اكسب فلوس، انا بشتغل عشان اخدم الناس فهتجيلي الفلوس. ويتش اوف ويتش ده مهم قوي. وبعدين في نقطه، يعني هو مثل بيتقال وانا برضو بيبقى جوايا، يعني طول ما ايدك نظيفه حطي رجلك في وش اي حد، او امشي خطوه زي ما انت عايز. طول ما ايدك نظيفه انقلي رجلك، ما تخافيش. القرش جاي والله، القرش جاي. ما هو ربنا بيظلم حد؟ ما احنا في يعني احيانا كده مش بنبقى عايزين قرش، احنا بنبقى عايزين اكتر. لا، ما هو ده بقى ربنا يا رب يبعدنا عن الطمع. بصي على فكره والله المهم البركه، والله البركة ده مش كلام طبعًا. مش كلام والله، البركه اهم طبعا. بصي هي مغريات الحياه خلت الناس ابتدت تحيد عن المبادئ المظبوطه. بس ما زال الخير بأمتي إلى أن تقوم الساعة. الجدع بقى اللي هو دايما عنده فرملة،
يعني ما احنا كلنا عندنا طموح، بس فرمله في وقت، اما الطموح ده يظهر في وقت معين وفرمله في وقت معين. دكتور مصطفى ابو زيد، انا يعني بتشرف بشكل شخصي ان انا كنت مع حضرتك في لقاء النهارده، حقيقي نورتنا وشرفتنا، وكان بجد لقاء ممتع جدا 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 جدا. حضرتك حكاء رائع حبيبتي انت، والله انا سعيد جدا ان انا اقعد مع انسانه محترمه مهذبه مثقفه. فريق الاعداد ما اعرفش جاب معلومات يعني مخابرات، ده فريق مخابرات ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني. كل المجموعه، انا مش عايز اقول اسم وانسى اسم المجموعه كلها. شركه بيوتي اند بيوند من الشركات المحترمه اللي هي داخله في سوق الدواء في مصر، وهي علامه من العلامات في شركات كتيره دلوقتي. وانا بشكرهم جدا جدا على اتاحه الفرصه ان اقعد مع حضرتك ونتكلم في حاجات غير الطب، حاجه لطيفه برضه، حاجات اجتماعيه كلها الحمد لله، حاجات اجتماعيه وفيها معاني كتير عظيمه. اي هوب يعني ان يكون في اي رسالات نفعت الناس. لا يعني لا، انا بشكل شخصي انا استفدت جدا جدا من اللقاء النهارده، ومبسوطه جدا ان انا شفت حضرتك ونورتنا، وحقيقي كان ختام عظيم للموسم الاول من بيوند ذا كوت. اتمنى ان دايما دوام النجاح والتفوق لبيوند ذا كوت. وللفريق الاعداد اشكره جدا جدا جدا، واشكر حضرتك يعني. متشكر حضرتك قامة علمية مشرفة لمصر والوطن العربي ويا رب على طول كده نفضل فرحانين بيك يا رب. ينفعنا يعني ننفع بالناس ونبقى عند حسن ظنكم دايما يا رب. بإذن الله. شكرا يا دكتور، نورتنا. ميرسي.